لكن قبل أن يكمل تفاهته مددت يدي إلى خاتم الفضاء الخاص بي وسحبت قطعة ضخمة من اللحم الأحمر القاني، فخي قد نصب. أخبرت جدتي بابتسامة هادئة أنها 10 أرطال من لحم التنين سيقوي جسدها ويمنحها عمرا طويلا وصحيا. تجمد كل من في الغرفة كالتماثيل. توقفت يد برنت التي تحمل زهور الأصيص في الهواء تماما. مشهد يثير الرضا. اتسعت عينا بلاتو براب. لم يستطع استيعاب امتلاكي للحم 2. أوضحت ليندا ببساطة أننا تعاون بالأمس مع فارس من الرتبة السادسة لقتل التنين. افترض بلاتو بغبائه المعتاد أن الفارس قد ألقى لنا ببعض الفتاة كمكافأة، ثم كادت ليندا أن تزل وتكشف أننا احتفظنا بالتنين بأكمله. كان علي الاندفاع بسرعة وكتم أنفاسها بيدي مرة أخرى. هذه الفتاة لا تملك أي حدود. لو علم هؤلاء الحثالة بامتلاكي لجثة تنين كاملة لتكالبوا جميعا لنهبي. ابتسمت جدتي بدفء وقالت إنها تعشق أي هدية من حفيدها. أمر. في عاصمة المملكة كان لحم التنين يباع بعملة ذهبية للرطل الواحد، كنز نادر يستحيل العثور عليه، وها أنا ذا أحضره. استمر بلاتو الأحمق في حفر قبره بأسئلته لتخبره ليندا أنه كان تنينا هائجا من الرتبة الخامسة، وأنني من لعب الدور الأكبر في سحقه بالكامل، مسددا الضربة القاضية بيد هاتين. يا للمتعة. صدمة برينت وبلاتو كانت واضحة، متعة خالصة لرؤية وجوههم البلهاء. راقبوا معي. في نظرهم كنت مجرد نكرة، محارب سحري. كبرياء بلاتو الهش تحطم تماما ورفض عقله المثير للشفقة. تقبل هذا الواقع الجديد. اتهمني يائسا بجعل فتاة صغيرة تختلق القصص وتحداي في مبارزة. لقد دخلت الفريسة للتو في شباكي. هز برينت رأسه محذرا إياي من القبول. كان بلاتو فارسا من الرتبة الثانية، خصم قوي ظاهريا لمحارب سحري مثلي، كالصياد يرى فريسته. وافقت بلا تردد. حتى الجدة باركت الأمر، ممتدحة الروح القتالية للشباب. المسرح أصبح جاهزا لتنفيذ عقابه. توجهنا معا نحو ساحة تدريب العائلة، ميدان ضخم كملعب كرة قدم، ليكون هذا المكان هو منصة الإعدام المثالية لهذا المغفل المتعجرف. أفرغ قائد الحرس الساحة لنا. التقط بلاتو سيفا من الرف ولوح لي بابتسامة متعجرفة. كم أعشق تحطيم هذه الثقة الزائفة. سحبت ببرود سيفي الفولاذي الأخضر وعصاي السحرية من خواتمي المكانية، واتخذت وضعية القتال لتبدأ ليلة الصيد. صدم بشدة عند رؤية خواتمي المكانية وتوتر وجهه حين أدرك أنهما 2. الصدمات تتوالى لتسحق كبرياءه ببطء، وبحماقة مطلقة وغرور أعمى طلب مني أن أبدأ الهجوم أولا. لم أتراجع أبدا. انطلقت بسرعة مرعبة أذهلت الجميع، ثم أطلقت صاعقة برق مدمرة من عصاي السحرية مباشرة نحوه. اتسعت عين بلاتو في ذعر وهو يرفع سيفه للصد، ليدرك أخيرا وبشكل قاطع أن ليندا كانت تقول الحقيقة المطلقة. نعم، أنا ساحر حقا. ضرب البرق سيفه بقوة، وانتقلت الصدمة الكهربائية القاتلة عبر المعدن مباشرة لتمزق يده البائسة. هذا المغفل لا يعلم أن المعدن يوصل الكهرباء. تخدرت ذراعه بالكامل وارتخت قبضته وهي ترتجف بضعف مثير للشفقة. شهق الحراس بذهول لرؤية سحري، ولاحظ سام قائد الحرس من الرتبة الرابعة هالة المعركة المرعبة وهي تغلف سيفي. شباكي تضيق. فارس وساحر في آن واحد. تقلصت المسافة بيننا كظل مميت، وهويت بسيفي فوقه بقوة لسحقه وتطبيق حكمي. بالكاد تعافى ليصد هجومي. اصطدمت نصولنا وتطايرت الشرارات، وشعرت بمدى رعبه عندما أدرك مقدار قوتي الوحشية التي تفوقه. أتبعت ذلك بكرة نارية موجهة لوجهه مباشرة. انبطح كجبان في اللحظة الأخيرة لتحرق بعض خصلات شعره فقط. يا له من مشهد بائس. قفز للخلف يائسا ليصنع مسافة بيننا. الجولة الأولى كانت تحت سيطرتي بالكامل، فقد استغللت عنصر المفاجأة وسحقت ثقته المفرطة. لكن الصياد المحنك لا يتساهل أبدا. بمجرد أن يقاتل بجدية ستصبح اللعبة أكثر صعوبة. أليس هذا ممتعا؟ اندفع نحوي بكل قوته كقذيفة مدفعية. ألقيت شفرة رياح لاختباره، لكنه مزقها دون أن يبطئ، مندفعا بتهور نحو هلاكه المحتوم. تلاقت سيوفنا وقست الفارق بدقة. قوته كانت كجبل صلب. تراجعت عمدا 3 أو 4 خطوات للوراء، بينما وقف هو بلا حراك يظن نفسه الأقوى، واصل هجومه بشراسة، ملوحا بسيفه بسرعة جنونية، معتقدا أنني بالكاد أستطيع مجاراته. تظاهرت بالتراجع. حان وقت التصعيد. دمجت سحر الرياح والنار معا، وشكلت إعصارا ملتهبا يلتهم كل شيء. دوامة اللهب.
الحرارة شوهت الهواء حولنا. صرخت ليندا من الجانبين بأن سحر العناصر المزدوجة شديد الصعوبة ومميت للغاية. رد بلاتو بمهارة قتالية يائسة تسمى عاصفة نصل السيف محولا هالته إلى إعصار فضي. اصطدم الهجومان في انفجار هائل من النار والرياح. انقشع الغبار وكان بلاتو لا يزال واقفا رغم أن ملابسه احترقت وشعره تجعد، ثم ضحك بجهل مدعيا أنه وجد نقطة الضعف غير قبضته ليستخدم كلتا يديه، واندفع نحوي معتمدا على قوته الجسدية البحتة. بما أنني أقاتل بيد واحدة، سيف في يد وعصا بالأخرى، فلن أتمكن من مجاراة قوته الغاشمة. لو أسقطت العصا لأستخدم كلتا يدي، سأفقد تفوقي السحري وستصبح مجرد مواجهة بين فارس من الرتبة الأولى وآخر في ذروة الرتبة الثانية. في نظره لقد خسرت بأي حال. انهالوا علي بضربات ثقيلة متتالية تظاهرت بالدفاع بأقصى طاقتي، وسمحت لكل ضربة بأن تجعلني أتعثر عمدا. ظن الحراس الحمقى أن نهايتي حانت. وجه بلاتو ركلة مدمرة جعلتني أتدحرج على الأرض كفريسة يائسة. سخر مني قائلا: إن محارب السحر من الرتبة الأولى ليس استثنائيا، هل نكشف له السر؟ رفعت رأسي، حدقت بعينيه مباشرة وتحدثت ببطء شديد: هيئة التنين البشري. تضخم جسدي بجموح، وبرزت عضلاتي، وكست حراشف حمراء دموية بشرتي، ونبتت قرونا من رأسي، وانبثقت أجنحة من ظهري. وقفت أمامه كتنين بشري. تراجع بلاتو للخلف تعثرا من شدة الخوف. عجز برينت عن تصديق عينيه. شهق الحراس المذهولون. ابتسمت باستمتاع تام وأخفيت عصاي السحرية. بهيئة التنين صرت ألقي سحر النار بيدين عاريتين تماما. خفقت بأجنحتي ببرود وانطلقت للأمام تاركا خلفي أطيافا حمراء مرعبة كالسراب. هاجمني بلاتو يائسا واصطدمت سيوفنا، لكنني هذه المرة لم أتزحزح أبدا، بينما أجبر هو على التراجع خطوات. ارتسمت صدمة خالصة على وجهه، متعة خالصة. جمعت النار بمخلبي الأيسر، مشكلا كرة لهب متفجرة عملاقة تجاوز عرضها مترا كاملا. انطلقت الكرة نحوه تاركة ذيلا من اللهب. رد بمهارة قتالية يائسة مجسدا درعا فضيا من الهالة أمامه بطول مترين. كان الانفجار هائلا بحق. موجات الحرارة الحارقة شوهت ملامح الهواء حولنا. تصاعد الدخان الكثيف بكل مكان، وقذف شخص من قلب العاصفة متدحرجا لعشرات الأمتار على الأرض. لقد كان بلاتو. تمزقت ثيابه واحترق شعره وتغطى وجهه بالسخام. لقد انتصرت. خيم صمت مطبق على المكان. لم يتوقع أحد هذه النتيجة الساحقة. أخذت نفسا عميقا وسمحت لهيئة التنين بالتلاشي. اختفت الحراشف والقرون والأجنحة بهدوء تام، بينما تقلصت عائدا لحجمي البشري الطبيعي. هرع برينت وأمسك بيدي متسائلا بذهول عما رآه. أخبرته أنني سأشرح له في الطريق. غادرنا الساحة بينما تبعتنا ليندا بوسميت. حدق قائد الحراس سام في أثرنا وتمتم بذهول قائلا: إن عائلتنا قد أنجبت للتو شخصا استثنائيا ومرعبا. مسح بلاتو الرماد عن وجهه المحترق وأقسم بحقد أنه سينتقم مني يوما ما. هل نعتقد أنني سأذهب لغداء جدتي العائلي؟ أخبرت برينت أنني بحاجة لرؤية حداد العائلة أولا. قتالي مع بلاتو أثبت لي تماما مدى حاجتي الماسة لسيف ناب التنين الخاص بي. بدون ذلك السيف سيظل القتال بيد واحدة، مستخدما سيفا وعصا سحرية. نقطة ضعف تضعني في موقف سيء. كان برينت مرتبكا. لدي بالفعل سيف والدي الفولاذي الأخضر. ابتسمت ببرود شديد وقلت له إنه سيرى بنفسه قريبا. مشينا مباشرة نحو الجانب الشرقي من القصر، حيث يمتلك دانيال الحداد من المستوى المتوسط حدادته الخاصة والمشتعلة. بالداخل كان عشرات الرجال يتعرقون ويطرقون المعادن. ألقت ليندا نظرة واحدة، صرخت، غطت عينيها بخجل وهربت للخارج كالخائفة. اقترب جرين كبير متدربي دانيال وعرض تولي طلبي بنفسه، متفاخرا بغرور بكونه حدادا في ذروة مستوى المبتدئين. سحبت ناب تنين يتجاوز طوله المتر من خاتمي المكاني. كادت عينا غرين أن تخرجا من جمجمته من شدة الصدمة. تلعثم قائلا: ناب تنين، ثم هرب مسرعا كالطفل المذعور ليحضر معلمه ليرى هذا الكنز. حدق برينت في الناب بصدمة بالغة وسألني إن كان الفارس من الرتبة السادسة قد منحني هذا أيضا. اكتفيت بابتسامة غامضة. وصل دانيال بعد لحظات، رجل أصلع ضخم بطول مترين وعضلات بطن 8 بارزة. اللحظة التي رأى فيها ناب التنين ركض نحوي مباشرة كوحش جائع وجد ضالته.
حامت يداه المرتجفتان فوق الناب كأنه يتوق للمسة، لكنه يخشى ذلك. دفعته بقسوة بين ذراعيه، وأمرته بفحصه بعناية فائقة وصياغة سيف ناب تنين يليق بي بأسرع وقت ممكن وبلا أي أخطاء. حدق دانيال في ناب التنين المستقر بين ذراعيه، وكأنه غارق في حلم مستحيل لن يستيقظ منه. لم يسبق له رؤية مادة مذهلة كهذه طوال مسيرته. عندما سألته عن المدة، أجاب بأن الناب من أعلى جودة، وسيتطلب أكثر من 10,000 ضربة مطرقة لترويضه. أقرب وقت لإنهائه سيكون غدا بعد الظهر قبل أن يحل الظلام. أمرته ببدء العمل على الفور دون أي تأخير. قادنا لمعقله السري في عمق الورشة، غرفة معزولة تماما بمساحة 80 مترا مربعا تضم فرنا ضخما مرعبا ومنصة حدادة مربعة جاهزة لصياغة تحفتي الفنية. أمر متدربه غرين بإشعال النيران المستعرة، ثم أصدر أمرا بجلب بلورات النار الثمينة التي يخبئها ككنزه الأعظم. أحجار وقود نادرة تشبه بيضا أحمر شبه شفاف بداخلها حمم بركانية تدور. رمى دانيال 12 قطعة بالفرن، فتموجت النيران وتحولت من الأحمر للبنفسجي الشاحب. بدأ ناب التنين يتوهج باللون الأحمر وسط الحرارة القاسية، ثم حدث شيء لم يتوقعه أحد منا أبدا. انبثق ظل طيفي من الناب، نسخة مصغرة من التنين بالكاد بطول متر، يزمجر ويكشر عن أنيابه بغضب وحشي يائس. عندما نظر إليه احترقت عيناه بكراهية شديدة. من الواضح أنه يتذكر جيدا أنني الصياد الذي سلبه حياته بلا رحمة. كان دانيال يرتجف من الحماس المفرط. قال إن هذا ناب تنين من درجة قصوى، ولا يزال يحتفظ بالروح المتبقية للوحش. إذا نجحت عملية الصياغة المعقدة، فسيولد هذا السيف حاملا روحا قتالية خاصة به. سيعترف بسيد واحد فقط، ويتعلم أسلوب قتالي المدمر، ويقدم لي مساعدة قتالية حقيقية لتمزيق الأعداء. سألت عما إذا كانت الروح ستقبلني رغم أنني قاتلها. لوح دانيال مبعدا قلقي، مؤكدا أن الروح المتبقية بلا ذكاء مجرد غريزة عمياء. كل ما نحتاجه هو سقي النصل بدمائي الحارة لإجباره على الخضوع والاعتراف بي كمصدر وحيد لقوته. هل تريدون رؤية العزيمة الحقيقية؟ فعلت هيئة التنين، سحبت سيفي الفولاذي الأخضر وقطعت معصمي بدم بارد، وملأت جرة خزفية بدمائي. نزفت لترين أو 3 في حوالي 5 دقائق فقط لتشكيل سلاحي المثالي. النزيف أفقدني توازني وأجبرني على التخلي عن هيئة التنين، لكنني لست فريسة سهلة. بصفتي محارب سحر من الرتبة الأولى، جسدي كان صامدا كقلعة حصينة، وهذا الجرح التافه لم يكن ليهدد حياتي أبدا. دانيال كان منتشيا، يدرك جيدا أن دمائي ستحول هذا النصل إلى أداة حكم مطلقة. سحب السيف المتوهج من الفرن المشتعل، وسكب كل قطرة من دم القرمز فوقه ببطء شديد. تصاعد البخار الأحمر مصدرا فحيحا مرعبا ليملأ الغرفة بأكملها بتلك الرائحة المعدنية المألوفة للدماء. تجسد طيف التنين بوضوح، محاصرا داخل قفص من الضوء القرمزي الساطع. بدت ملامحه ضائعة ومشتتة تماما، كفريسة يائسة وقعت للتو في شباكي. رفع دانيال مطرقته السوداء الثقيلة عاليا، ثم هوى بها بقوة ساحقة على السيف مصدرا دويا يصم الآذان، وصرخ بأعلى صوته: عد! حدقت روح التنين نحوي بمزيج فوضوي من المشاعر، غضب، دفء، وحيرة عارمة تتصارع وتتمزق بداخلها. ثم استسلمت أخيرا. هدأت ملامحها تماما، فردت جناحيها الصغيرين بيأس، وهبطت لتندمج طواعية داخل المعدن البارد. عاد إيقاع الطرق المستمر يتردد في المكان. سلاحي الخاص بتنفيذ الأحكام كان يولد الآن. كان دانيال غارقا تماما في هوسه، يقوم بتسوية نصل السيف المنحني مع كل ضربة وحشية. أخبرت برينت بهدوء أن علينا تركه وشأنه ليكمل عمله. في الخارج كانت ليندا تتذمر بعبوس من الرجال عاريي الصدور، لكنها سرعان ما لاحظت وجهي الشاحب وسألتني بشك عما حدث لي. تجاهلت الأمر بهدوء، مجرد تضحية دموية بسيطة. عدنا أدراجنا نحو فناء الجدة، حيث كان لحم التنين مطبوخا وجاهزا لوليمتنا المنتظرة. انظروا إلى بلاتو، نظف نفسه وجاء ليجلس بوقاحة على طاولة طعامي. حقا أمر مثير للشفقة. بمجرد أن أخذت الجدة قضمتها الأولى، تورد وجهها بالحيوية وبدت أصغر بسنوات في لحظة واحدة. أثنت كثيرا على هذا الطعام السحري. أخبرتها أن تأكل بشراهة، فلدي الكثير منه، لكنها لوحت بيديها رافضة، مدعية أن لحم التنين يعتبر خسارة فادحة لامرأة عجوز، وأنه يتوجب علي الاحتفاظ به للشباب الذين يحتاجون حقا لهذه القوة الساحقة.
طمأنتها بهدوء أنها ستعيش ل100 عام حتى بدون هذا اللحم، مجرد إطراء بسيط، لكن النظام كافأني بنقاط السمعة فورا على كلماتي. الكلمات اللطيفة تجلب السمعة أيضا. كان هذا الاكتشاف الصغير مفاجأة سارة ومرضية للغاية. اتهم برينت وبلاتو اللحم كذئاب جائعة كفرسان. أدركت حواسهم فورا تلك الزيادة الانفجارية في القوة الخالصة. قضمة واحدة عادلت أياما من التدريب القاسي. هلتهم كانت تغلي بجنون بداخلهم. حصدت 5 نقاط سمعة من كليهما، نتيجة ممتازة. سألت الجدة بهدوء عمن انتصر في القتال. كاد بلاتو أن يدفن وجهه تحت الطاولة من العار، بينما أعلن برينت بفخر عن فوزه الساحق. كشف للجدة عن كل التفاصيل، وكيف أنني أصبحت محارب سحر من الرتبة الأولى، وكيف منحتني فريستي هيئة التنين البشري، وأن شحوب وجهي لم يكن بسبب القتال بل بسبب التضحية بدمائي لتطوير سيفي المطلق، سلاح الإعدام خاصتي. بدا بلاتو يائسا يتمنى التلاشي، أما الجدة فقد ذهلت من أنيابي المخفية، وتوقعت أنني سأتمكن يوما ما من تأسيس فرع أعظم وأقوى لعائلتنا. لقد كشفت لي أن الرجل الذي أدعوه والدي كان مجرد فارس متدرب في مثل عمري الحالي. ثم كشفت لي عن حقيقة خفية، سر عائلي مظلم. طلبت مني ألا أقسو في الحكم على والدي بسبب بروده وبعده الدائم عني. عبئ قيادة العائلة كان ثقيلا، نعم، لكن نقطة ضعفه الحقيقية أنه كان متيما بوالدتي بشدة. لقد ماتت أثناء ولادتي. أراد أن يتبعها إلى القبر، لكنه أجبر نفسه على العيش كجسد بلا روح من أجل أطفاله، رغم أن قلبه مات في ذلك اليوم. الأحمق الذي كان يملك هذا الجسد قبلي لم يدرك الحقيقة. كان يغرق فقط في الغيرة لتفضيل والده لبرينت. وعدت الجدة بأنني سأواجهه. حان الوقت لإصلاح هذه العلاقة وإعادة ترتيب القطع المتناثرة لعائلتنا المكسورة. رغم كوني دخيلا على هذا الجسد، إلا أن هذا التاريخ المأساوي ترك غصة غريبة بداخلي. ثم سحبت الجدة صندوقا خشبيا أرجوانيا صغيرا من كمها. مستقرة بهدوء فوق المخمل الأصفر كانت هناك قلادة، جوهرة حمراء شفافة على شكل قلب بطول 5 سنتيمترات، بداخلها دوامة زرقاء باهتة تدور بلا توقف وتتدلى من سلسلة ذهبية. أثر حقيقي. أخبرتني أن جدها الميت أودعها إياها. كانت مهمتها المقدسة هي إبقاء هذه القوة الهائلة مخفية وآمنة تماما. إرث قديم من قرون مضت، عندما كانت عائلة جوردان تحكم بقبضة من حديد. وضعتها حول عنقي، معلنة بوضوح أنها ترى في السلاح المطلق لبعث مجدنا المنسي وإحياء سيادتنا من جديد. لحظة ملامسة أصابعي للجوهرة اشتعلت حرارتها. طاقة وحشية كانت تنبض بداخلها وتتزامن بشكل مثالي مع نبضات قلب هذا الصياد. وقف برينت وبلاتو يراقبون المشهد بصدمة وشلل تام. حثالة حمقى. لم يتوقعوا وجود هذا الإرث المخفي، ناهيك عن تسليمه لي. هذا القلب القرمزي كان يغذي عروقي بدفء غريب وغامض لا يمكنني حتى تفسيره. تجاوزت الساعة 2 بعد الظهر. حان وقت التحرك، ودعت الجدة، ثم انسحبت بهدوء من القصر برفقة ليندا نحو وجهتي التالية. عدنا أدراجنا إلى متجر كعك الثلج خاصتنا. بحلول ذلك الوقت كان قطيع الزبائن الفوضوي قد تراجع أخيرا. جوناثان قدم التقرير. استمعوا لهذا جيدا. 220 حصة بيرت، وحصدنا 440 عملة فضية. صيد مالي مربح للغاية اليوم، لكن الغنيمة كانت 160 نقطة سمعة فقط. هناك ثغرة قاتلة، فالزبائن العائدون لا ينزفون نقاط سمعة بعد تذوقهم الأول. خطتي المضادة: سأخفض الأسعار لاصطياد حشود جديدة ضخمة، وسأبتكر منتجات جديدة أقوى وأكثر تأثيرا. الثروة مجرد وهم، السمعة هي القوة المطلقة الآن. أمامي عام واحد فقط للاستعداد لجمعية إدموند لضمان ولائهم المطلق. رميت لكل واحد منهم مكافأة ب5 عملات فضية. الفرسان قدموا لي 5 نقاط سمعة لكل منهم كالمتوقع، لكن الساحرين صمت مطبقا بلا أي رد فعل. العملات لا تعني لهم شيئا، لذا فشل فخي في إثارة امتنانهم. لا يهم. أقفلنا الأبواب وبدأنا رحلة العودة نحو المنزل. في الطريق المظلم لاحظوا معي هذا: الحصان ذو الدماء التنينية يستمر بالانجذاب نحوي غريزيا. الوحش يتعرف دائما على سيده الحقيقي. لم يكترث بالعمد إطلاقا، فقد عرف سيده الحقيقي. كان منجذبا إلي، ربما لأن الدماء التي تسري في عروقي الآن تحمل عنصر التنين، مما جعلنا نشعر وكأننا من نفس السلالة المفترسة. لذلك قررت أن أمنحه اسما. بدأ اسم التنين مضحكا بعض الشيء، شخر الحصان، وكأنه يتقبل هذا الدور. خططت لبناء اسطبل له بجوار الفرس الكستنائية كجزء من ترسانتي.
بمرور الوقت ربما تنجب تلك الفرس مهرا يحمل دماء التنين لخدمتي يوما ما. مررنا بحقول الفول السوداني في طريق العودة، أصبحت النباتات خضراء ويانعة. ذهل جوناثان من أن طريقة التسميد الخاصة بي قد نجحت بالفعل. أخبرته ببساطة أن هذا مجرد علم أساسي، وأنه يتعين علينا تعليم جميع الناس استخدامه للمضي قدما من أجل تعزيز قوتنا. لقد كان هذا العالم يزرع لآلاف السنين دون أي فهم حقيقي لمعنى الأسمدة. كانوا يكتفون بتدوير الحقول لتتعافى التربة، لكنني أستطيع تغيير ذلك بالكامل. وعند وصولي إلى القلعة استقبلني روبرت والخدم عند البوابة باحترام شديد. كنت لا أزال أشعر بالضعف بسبب الدماء التي بذلتها لصناعة سيفي، لذا كنت بحاجة ماسة إلى لحم التنين لاستعادة قوتي. أعدت السيدة إيلين عشاء من لحم التنين. جلست وبدأت في الأكل، وشعرت بقوة الصياد داخلي تعود ببطء مع كل قضمة. أمرتها بإعداد حصص للفرسان وكل الساحرين أيضا. كان لدينا أطنان من لحم التنين في القبو، معبأة في الجليد كغنيمة صيد ثمينة. بمعدل أكلي الحالي سيكفيني هذا للأبد. وبينما ألتهم طعامي بدأت أشتاق فجأة إلى مذاق الأطباق من عالمي القديم. في هذا المكان البائس كان اللحم هو الطبق الوحيد في كل وجبة، بينما في الصين كانت هناك 8 مطابخ رئيسية بتنوع لا حصر له: القلي والتبخير والتقليب والسلق والشوي. لقد دونت ملاحظة في عقلي لتعليم السيدة إيلين بعض تقنيات الطبخ الحقيقية عندما تسنح لي الفرصة. قررت أن أستمر في أكل لحم التنين لفترة، وبمجرد أن أمل منه سأقوم ببيعه في مدينة موت لتحقيق أرباح ضخمة، فالعائلات الثرية ستدفع ثروة طائلة للحصول عليه. وبعد العشاء كنت قد تعافيت تقريبا من فقدان الدماء، وعدت بكامل شراستي. خرجت إلى الفناء، ووجدت ليندا تفحص التربة بدقة. لقد أرادت زراعة البذرة السحرية التي اشتريناها هذا الصباح هنا مباشرة، حيث كانت التربة خصبة ومثالية لخطتي القادمة. لقد حذرتني من أنه إذا تبين أن النبتة قوية وخطيرة للغاية فقد تدمر قلعتي بأكملها، لكنني لا أخشى المخاطر. أمرتها بالمضي قدما دون تردد. حفرت حفرة في الجانب الغربي المفتوح من الفناء ودفنت البذرة، ثم سقتها بعناية، واستخدمت عصاها السحرية لتسريع عملية نموها أمام عيني المترقبتين. ظهر برعم صغير شق طريقه عبر التربة. اقترحت أن أضيف بعضا من دمائي لأن طاقتها ستسرع نموه. تحولت إلى هيئة التنين وقطعت كف يدي، ثم جعلت قطرات الدماء تتساقط فوق هذا البرعم لتغذيته. امتصت النبتة كل قطرة بشراهة شديدة، ونمت لتتجاوز المتر في غضون 15 دقيقة فقط كأداة مثالية تتشكل. اضطررت لقطع يدي عدة مرات لأن جروحي كانت تلتئم بسرعة، ولم أتوقف إلا عندما شعرت بالدوار مجددا. لكن شيئا ما بدا مريبا. بدت الشجرة مطابقة تماما لشجرة السرو التي تنمو بالفعل في الفناء. حدقنا في بعضنا البعض، نتساءل عما إذا كان أحدهم قد تجرأ على خداعنا. ثم ظهرت ورقة غريبة وحيدة في القمة بحجم الكف وذات عروق ذهبية تتوهج بشكل غامض تحت ضوء القمر. اتسعت عين ليندا بصدمة. لقد تعرفت عليها الآن. إنها شجرة الحارس، وهي نبتة سحرية نادرة للغاية وذات قيمة عالية. أخبرتني أن أقطف الورقة وأضعها فوق عيني، وما إن فعلت ذلك حتى تحول مجال رؤيتي بالكامل بطريقة مذهلة. كنت أرى من منظور الشجرة نفسها. استطعت رؤية نفسي وليندا واقفين هناك، وكأنني أراقب المكان من خلال كاميرا مراقبة دقيقة. كان بإمكاني تدوير الرؤية وتكبيرها وتصغيرها. لقد كان أشبه بنظام مراقبة بزاوية 360 درجة وبوضوح مثالي لا تشوبه شائبة. لم يكن لشجرة الحارس مظهر ثابت، بل كانت تنسخ تلقائيا أي أشجار تنمو بالقرب منها لتندمج مع محيطها بشكل مثالي. فكروا معي، لو تمكنت من زراعة هذه الأشجار في جميع أنحاء أرضي ستكون عيوني في كل مكان. سأرصد أي دخيل أو خائن فورا. كسرت ليندا فرعا من الشجرة وغرسته مباشرة في الأرض القريبة، وأوضحت أن الفروع المأخوذة من الشجرة الأم يمكن أن تتجذر وتنمو لتصبح أشجارا فرعية تمتلك نفس قدرة المراقبة المطلقة. طالما أننا نحمي الشجرة الأم يمكننا إنتاج نسخ لا حصر لها لتغطية المنطقة بأكملها. ولكن فجأة حدث شيء لم يكن في الحسبان. تحولت الشجرة فجأة إلى اللون الأحمر بالكامل، ونمت حراشف دقيقة على جذعها، وبدأت قمتها تتوهج بضوء يزداد سطوعا شيئا فشيئا. انطلقت منها كرة نارية بحجم كرة القدم، واصطدمت بعنف بالأرض على بعد 15 مترا، محدثة حفرة بعرض متر كامل. كانت قوتها التدميرية تعادل تعويذة كرة نارية لساحر من الرتبة الأولى.
وبعد ذلك مباشرة تلاشى اللون الأحمر وعادت الشجرة لتبدو كشجرة سرو عادية تماما، تلوح بأوراقها بلطف نحوي وكأنها تقول لي بكل فخر: انظر كم أنا رائعة يا سيدي. نظرت إلى ليندا بصدمة حقيقية، وكانت هي الأخرى مذهولة تماما. كانت تعلم أن أشجار الحارس يمكنها التمويه، لكنها لم تسمع قط عن واحدة قادرة على الهجوم. قالت: لابد أن دمائي تسببت في تحولها. جعلني ذلك أفكر فيما قالته جدتي عن أن عائلة جوردان كانت ذات يوم قوية وذات مكانة مرموقة منذ قرون مضت. هل يعقل وجود سر مميز في سلالتنا لم يعد أحدا يعرفه؟ في تلك الأثناء زرعت ليندا بضعة فروع أخرى من شجرة الحارس حول الفناء، وبمجرد أن تنمو هذه الفروع وتطور قدرتها المطلقة على المراقبة سنقوم بنقلها لزراعتها في جميع أنحاء منطقتي. اختبرت الورقة ذات العروق الذهبية عدة مرات أخرى، ثم قمت بتخزينها في مكان آمن. كانت هذه الشجرة السحرية بلا شك أفضل اكتشاف لي هذا اليوم، لذا منحت ليندا حجر التنين مبكرا كمكافأة على جهودها. سخرت مني وسألتني إن كنت أخشى أن تهرب بها. نظرت إليها ببرود وأخبرتها أنها إن حاولت سأسحبها من عنقها وأجبرها على العمل كخادمة لي للأبد. بعد هذا المزاح العابر صعدت للأعلى. أخبرتني روث أن آخر قطرات من دماء التنين أصبحت جاهزة لحمام القوة الخاص بي. دخلت الحمام حيث انتظرني حوض ممتلئ بسائل أحمر قاني. خلعت ملابسي مبقيا على سروالي القصير، ولم أنزع تلك القلادة على شكل قلب من عنقي. الدم الدافئ كان كحلقة نارية. هيئتي نصف التنين تفاعلت تلقائيا بمجرد غوصي في السائل، وغصت في نوم عميق تاركن حواسي في حالة ترقب. ما لم أدركه حينها أن تلك القلادة بدأت تطفو بصمت فوق رأسي. توهجت بلون أحمر ساطع، خيوط زرقاء امتدت منها، بينما انبعث ضباب أحمر. اللونان اتحما معا في دوامة طاقة. التفت حولي كشبكة صياد محكمة. شعرت بنفسي أسقط، أغوص عبر ظلام دامس نحو فراغ لا نهاية له، فراغا مطلق أحاط بي. ثم ظهرت دائرة ضوء بيضاء أمامي، ركضت نحوها وغصت داخلها بلا أي تردد. فجأة وجدت نفسي أقف على جدار ضخم بارتفاع 100 متر، محاطا بجنود بدروع سوداء، وفي الأسفل جثث لا حصر لها تنتظر الموت. في الأفق جيش يضم مئات الآلاف يندفعون للأمام. فكرت بهدوء: أين أنا الآن؟ كان يجب أن يكون حلما، لكنه بدا حقيقيا بشكل مرعب. راقبت نفسي وأنا أسحب سيفي وآمر القوات ببدء القتال لسحقهم. المنجنيقات أطلقت صخورا ملتهبة نحو العدو المندفع، لكن الجيش كان كاسحا. طوفان أسود من البشر ووحوش سحرية ضخمة أطول من مبان ب3 طوابق. فيلة عملاقة، نمور ذات أنياب سيفية، ومينوتورات بطول 3 أمتار تحمل مجسمات اختراق. ثم تردد زئير التنين عبر الجدار. ظهر تنين جليدي أزرق بطول 60 مترا، نحيف وأنيق، ومن الواضح أنها كانت أنثى. أمسكت بعصا كريستالية ووجهتها نحو جيش العدو الغبي لتشرع في إلقاء تعويذة محرمة. تشكيل مسامير الجليد الغامضة. ظهر شكل سداسي أزرق بعرض آلاف الأمتار في السماء. وهنا يا رفاق بدأ الإعدام الجماعي. أمطرت مسامير جليدية بطول 7 أمتار كالعاصفة لتخترق الجميع. جنود، وحوش، حصدت أكثر من 10,000 روح في دقائق. ثم شعرت بنفسي أزار أيضا. تقلص العالم من حولي، بينما تحولت إلى تنين أحمر ضخم بطول يتجاوز 80 مترا، أكبر بكثير من التنين الأزرق. وحش حقيقي جاهز للفتك. صرخت بصوت مرعب: السيف، تعال! انفتحت دوامة حمراء ضخمة بالأعلى تمطر نار تجمعت لتشكل سيفا ملتهبا بطول 40 مترا. قبضت عليه بإحكام، قفزت من الجدار وانقضضت بشراسة على جيش العدو الضعيف. لا شيء صمد أمام تلويحة واحدة. الرماح والسهام كانت مجرد خدوش تافهة ضد حراشفي المنيعة. حصدت أرواحهم كالقمح بمتعة خالصة. ثم صرخ صوت نسائي: جوردان، أنقذني! استدرت بسرعة عائدا نحو الجدار. ظهرت 5 تنانين سوداء، وكانت تقيد التنين الأزرق بسلاسل ثقيلة. في الحلم صرخت باسم ليزا وطرت بأقصى سرعة نحو الجدار لأنقذ التنين الأزرق من هؤلاء الأوغاد. اعترضت طريقي 3 تنانين سوداء، يحمل كل منها رماحا سوداء عملاقة. مزقتهم بمهارة مدمرة لا ترحم. طعن أحدهم في صدره مباشرة، ثم ألقيت تعويذة محرمة تسمى هلال الشمس الحارقة. تشكلت شمس صغيرة في السماء من اندماج النار وضوء الشمس الحارق.
ركزوا معي جيدا الآن، لأن هذا هو الفخ الذي غير كل شيء. وجهت طاقتي لشفرة ذهبية هلالية بطول 500 متر، شطرت التنينين الهاربين نصفين بنظافة تامة. لكن قبل أن أصل إلى ليزا، أخرج أحد التنانين السوداء لفافة غامضة. أطلقت اللفافة ضوءا ذهبيا داكنا، اخترق دفاعاتي بسهولة كأنني بلا درع. تسرب ضباب أسود من بين حراشفي، واتصل بدائرة سحرية برأس 2 على الأرض ليقيد حركتي بالكامل كالفريسة في شباك الصيد. لم أستطع تحريك إصبع واحد. قيدت التنانين السوداء المتبقية ليزا وحلقوا مبتعدين. صوتها أصبح خافتاً تدريجياً. جوردان أنقذني. صرخت باسمها بيأس مروع، لكنني كنت مقيداً عاجزاً عن فعل أي شيء. ثم تراجع جيش العدو بأكمله أسرع مما جاءوا. الحصار كله كان مجرد تمويه حقير. هدفهم الحقيقي منذ البداية كان التنين الأزرق. الجميع وأنا منهم سقطنا في فخهم السخيف. انتهت الرؤيا واستيقظت ألهث غارقاً في العرق. لقد حل الصباح التالي بالفعل. كل قطرة من دماء التنين في الحوض اختفت، امتصها جسدي بالكامل. أدركت ببرود أن هذا لم يكن مجرد حلم عابر، لقد كانت ذكرى حقيقية لتنين أحمر يدعى جوردان، وهو يحمل نفس اسم عائلتي بالضبط. ذكراه الأكثر إيلاما، يراقب من يحبها وهي تسلب منه. هيئتي نصف التنين أنتجت حراشف حمراء متطابقة تماما مع ذلك التنين الأحمر. هل كانت حقا مجرد صدفة؟ وما المميز في التنين الأزرق ليضحي العدو ب3 تنانين سوداء ولفافة قوية جدا فقط لأجل أسرها ووضعها في شباكهم؟ أسئلة كثيرة بلا إجابات، لكنني نحيتها جانبا الآن وبدأت أتفحص جسدي لاكتشاف قوتي الجديدة. عندما فعلت هيئة التنين تجاوز طولي 2 متر مع عضلات أضخم بكثير وتقسيمات بطن 8 واضحة. قوة مطلقة تسري في عروقي. أجنحتي نمت لتصبح بحجم أجنحة البجع. رفرفتها وارتفعت فعليا عن الأرض حوالي 1 متر قبل أن أصل إلى الحد الأقصى لطاقتي الحالية. أتدرون ما يعنيه هذا؟ سابقا كانت تزيد سرعتي فقط، الآن يمكنني التحليق. قريبا سأطير بحرية في السماء وأراقب فرائسي من الأعلى. ارتديت ملابسي بهدوء وتوجهت لتناول الإفطار. هناك أخبرتني ليندا بحماس مفرط أن الشجرة الحارسة الأم نمت لتبلغ 2 متر، وأن الشجرة الابنة الأولى تجاوزت 1 متر. اختبرت الورقة الذهبية على عيني لتقييم شبكة مراقبتي. الرؤية أصبحت أعلى بكثير الآن، حادة بشكل لا يصدق. تمكنت من رؤية مسام وجه الخادمة أثناء مرورها، ثم تحولت الرؤية إلى منظور الشجرة الابنة كعين خفية تراقب كل شيء. الفروع الأخرى بلغت بالفعل 60 أو 70 سنتيمترا. في غضون أيام قليلة ستكون شبكة مراقبتي جاهزة تماما للإيقاع بأي فريسة. دخلت تينا تتساءل عما نجهزه. كشفت لها سر شجرة الحراسة التي زرعناها من البذرة السحرية، خطوة أولى في شبكتي. التقطت تينا الورقة الذهبية لتجربها، لكنها كانت عمياء تماما. استعدتها وعملت معي بامتياز. ليندا حاولت أيضا، ولا شيء. القوة تعرف سيدها. تنهدت بندم قائلة إنها أخطأت حين تركتني أسقي الشجرة بدمي. الآن أنا وحدي من يملك عيون شجرة الحراسة، السيطرة المطلقة. القاعدة تقول إن أي حامل للورقة الذهبية يمكنه الرؤية، والأشجار البالغة تنبت أوراقا كثيرة. لكن دمي أعاد كتابة القواعد، نعمة ونقمة معا. الشجرة أصبحت أقوى بكثير، لكنني صرت المتحكم الأوحد. هكذا أفضل. سجلت ملاحظة في عقلي: يجب أن أكون حذرا قبل منح دمي لأي شيء مستقبلا. قطرة واحدة تغير كل شيء. أمرت ليندا ببدء زراعة أشجار الفاكهة بعد الإفطار، وعدتها بمكافأة: مربى وعصائر ونبيذ فاكهة للجميع بمجرد أن تطرح ثمارها. مكافأة الولاء. لمعت عيناها بشدة حتى تينا بدت متحمسة للغاية. بعد الطعام أرسلت تينا إلى مدينة مارشيلو الليلي و3 خدم لإدارة عمل كعك الثلج اليوم. منحتهم كيسا من العملات الفضية للإمدادات وتعليمات صارمة باتباع الوصفة حرفيا. بالضبط. مع غياب تينا مقاتلتنا الأشرس، أبقيت جوناثان وبقية الفرسان في القلعة للحماية. سحبت خريطة أمل الرقية وبدأت أخطط لمواقع البساتين بعناية. اخترت موقعين استراتيجيين قرب مصادر المياه مع مساحات مفتوحة حولهما لبناء ورش المعالجة مستقبلا. تجول جوناثان في أنحاء المقاطعة ضاربا جرسا نحاسيا، معلنا استدعاء كل عامل قادر للقلعة بالدلاء والمجارف لزراعة الأشجار. تذمر البعض في البداية كالعادة. قلقوا من ترك محاصيلهم قبل 2 شهرين فقط من الحصاد، لكن أحدهم ذكرهم بأن استدعائي الأخير لحفر طين البركة جلب لكل منهم 20 عملة نحاسية.
هذا غير مزاجهم في لحظة. أدهشني حقا كيف تغير كل شيء في أيام قليلة. حين وصلت هنا لأول مرة كان الفرسان يضطرون لسحب هؤلاء الناس إلى العمل بالقوة الجبرية. الآن حضر أكثر من 140 عاملا طواعية خلال 20 دقيقة. قوة أمل العاملة بأكملها بين يدي. دافعهم ارتفع بجنون بفضل الأجر العادل والوجبات المجانية ومعاملتهم كبشر. السيطرة بالترغيب أذكى من الترهيب. امتطيت حصاني ذي الدم التنيني وأمرت الجميع باللحاق بي. زحف خلفي أكثر من 100 شخص في موكب مهيب ومرضي جدا. تساءل بعضهم عن سبب عدم إحضارنا للشتلات، لكن أحدا لم يجرؤ على السؤال. الخوف لا يزال موجودا. وصلنا للمكان المختار. أكثر من 100 فدان من الأرض الخراب بأعشاب تبلغ الخصر، وخلفها بحيرة بمساحة 300 فدان تقريبا. سبب هجر هذه الأرض الخصبة وحش سحري من الرتبة الثانية يسكن البحيرة. تمساح عملاق مدرع بالحديد فري ستيل قادمة. قبل سنوات قتل العديد من الفلاحين. أرسلت عائلة جوردان فرسانا أقوياء لاصطياده منذ ذلك الحين، لكن التمساح كان ماكرا، لم يخرج للشاطئ أبدا، وجلده أصلب من أن تخترقه السهام العادية. استسلم الفرسان، وبقيت الأرض بلا فائدة منذ ذلك الوقت، لأن أحدا لم يستطع سحب الماء من البحيرة. اليوم سأنهي هذه المهزلة أمام الجميع. راقبوا جيدا كيف أصطاد. مشيت لحافة البحيرة ورميت قطعة لحم خنزير صغيرة مسحورة بسحر الرياح لتطفو. شكل ضخم يشبه جذع الشجرة طفا مقتربا. ظهر الدوامة واختفى اللحم. التمساح لا يزال يتربص بالجوار. الخطوة الأولى في فخي نجحت. رميت بقية القطعة ذات 10 أرطال واستخدمت سحر الرياح لإبقائها تحوم فوق السطح. التمساح الغبي لم يستطع المقاومة. انفجر خارج الماء في رذاذ كثيف. طوله 4 أمتار، أضخم من برميل، ومغطى بدروع رمادية سوداء بأسنان أطول من أصابع البشر. تعثر الحشد للوراء برعب. سقط البعض على الأرض يرتجفون خوفا من الوحش. سألت ليندا إن كانت قد ألقت نظرة جيدة. أومأت. أمرتها بصنع خطاف صيد عملاق. حان وقت إطباق الشبكة. زرعت بذرة وأنبتت فرعا أسود بنصف متر. انحنى كخطاف بشوكة في طرفه وثقب في قاعدته. كل هذا في 3 دقائق تقريبا. ثم أنبتت كرمة بطول 100 متر باسمك ذراع طفل، وبمجرد أن انتهت كان العرق يتساقط من أنفها. مررت الكرمة عبر الخطاف وعقدتها بقوة، ثم غرست 10 أرطال من لحم الخنزير كطعم مثالي. ربطت الطرف الآخر بالخلف وجعلت 140 عاملا يمسكون بخط الحبل بقوة، ثم ألقيت الخطاف المجهز بالطعم في مياه البحيرة. في ثوان انشدت الكرمة بقوة. ابتلع التمساح الطعم بسذاجة. صرخت بالعد: 1 2 3 اسحبوا. سحب الجميع كأنها لعبة شد حبل. تخبط التمساح وقاوم، لكن قوة أكثر من 100 شخص كانت الغالبة. عندما بدأ التعب يظهر أعلنت عن مكافأة 30 عملة نحاسية لكل شخص، وفجأة سحب الجميع بقوة أكبر. وحين أبطأوا مجددا رفعتها إلى 50 عملة. كان ذلك كحقنة أدرينالين نقية. سحبوا بكل ما أوتوا من قوة. سحبنا التمساح مسافة كيلومتر كامل بعيدا عن البحيرة، حافرين خندقا عميقا في الأرض. انتهى أمرك. بمجرد أن تأكدت تماما من استحالة هربه عائدا إلى الماء، رفعت يدي ببرود شديد وصرخت: هجوم! اندفع جوناثان والفرسان الثلاثة وطعنوا التمساح، لكن سيوفهم أطلقت شرارا فقط عند اصطدامها بجلده المدرع. جوناثان وحده كفارس من الرتبة الثالثة بالكاد خدش السطح، ثم لوح التمساح بذيله الضخم. انتظروا لتروا كيف أسحقه. انظروا لهذا يا رفاق. الفريسة شرسة، وحتى بتصدي الفرسان الأربعة معا أجبروا على التراجع لأكثر من 12 خطوة. الوحش الماكر توقف عن المقاومة واندفع فجأة نحو العمال الأبرياء. الجميع أصابهم الذعر. أفلت الحبل العضوي وتفرقوا هاربين في كل اتجاه كالفريسة. التمساح ابتسم بمكر واستدار نحو البحيرة. شخص واحد لم يكن قادرا على إيقافه. بطلنا القاضي البارد كان مضطرا للإعجاب بذكاء فريسته. فعل بطلنا هيئة التنين البشرية قبض على سيفه بقوة وانطلق نحو هدفه كميض أحمر مرعب شكل كرة نارية ضخمة، وسحق بها رأس التمساح مباشرة. الانفجار كان هائلا لدرجة أنه صهر الأرض وحولها إلى زجاج حول منطقة الاصطدام. التمساح توقف تماما عن الحركة، وعندما انقشع الدخان كان رأسه متفحما ويتصاعد منه الدخان الأسود. استدار الوحش بغضب أعمى وأطلق 5 أسهم مائية قاتلة نحوه. الصياد البارد تفادى سهمين بسهولة، شطر الثالث بسيفه، ودمر السهمين الأخيرين بكراته النارية.
تم تحييد كل الهجمات ببراعة، ثم اندفع الوحش نحوه بفكيه الضخمين المفتوحين على مصراعيهما. هذا كان بالضبط ما أراده صيادنا. طالما أن الوحش يطارده بجنون، فهو لن يتمكن من الهرب والعودة إلى البحيرة أبدا. ركض شواغن تحته مباشرة، وهبط القاضي على ظهره بثبات ببرود قاتل. لوح بسيفه وأرسل نصل هالة مدمر مباشرة داخل فم التمساح المفتوح، ممزقا لسانه بالكامل. صرخ الوحش وتدحرج على الأرض في ألم شديد. وهنا لاحظ صيادنا البارد شيئا في غاية الأهمية. بطنه لم تكن مدرعة كبقية جسده. الجزء السفلي كان أصفر باهتا ويبدو رخوة جدا. لقد وجدنا نقطة ضعفه القاتلة أخيرا. أرسل جوناثان والفرسان لإغلاق مسار الهروب نحو البحيرة تماما، بينما تحول بطلنا إلى استراتيجية الاستدراج والمراوغة بذكاء، محافظا على مسافته، مستغلا سرعته التي تفوق هذا الزاحف الأخرق بأضعاف. هجوم التمساح البعيد الوحيد كان الأسهم المائية، وتلك كانت في فترة التبريد الآن. ألقى تعويذة إعصار رياح. رفعت التمساح ل4 أو 5 أمتار في الهواء، كاشفة عن بطنه الرخوة تماما. ثم أطلق 7 أو 8 أنصال رياح متتالية لتمزق أسفله الرخو. تدفقت الدماء من الجراح العميقة لتصبغ الأرض باللون الأحمر القاني. من بعيد انفجر شعبه في هتافات تشجيعية مدوية. بعضهم فقد أفرادا من عائلته بسبب هذا التمساح الخائن، وكانوا قد تخلوا عن أي أمل في الانتقام. لكن اليوم وللمرة الأولى تمكنوا من رؤية أن العدالة القاسية أصبحت ممكنة ومحققة. استسلم التمساح وتخلى عن القتال، وحاول الزحف يائسا عائدا إلى البحيرة، تاركا خلفه أثرا طويلا من الدماء. شكل جوناثان والفرسان جدارا دفاعيا منيعا، بحاجز هالة فضية بارتفاع 2 وعرض يتجاوز 10 أمتار. اصطدم التمساح المحتضر بالحاجز برأسه أولا، وترنح للخلف بضعف وانكسار. في حالة من الدوار حاول الوحش الالتفاف حولهم، لكن جوناثان تحرك ببراعة ليبقى واقفا في المقدمة. أطلق الوحش 5 أسهم مائية يائسة، لكنها بالكاد أحدثت تموجات على الحاجز. فارس من الرتبة الثالثة مع 3 فرسان من الرتبة الأولى يمكنهم بسهولة سحق وحش جريح من الرتبة الثانية. جمع بطلنا هالتها المرعبة في شكل تنين فضي يلتف حول جسده بالكامل. 18 كفة قاهرة للتنانين. غاص التنين الطيفي تحت التمساح وقلبه رأسا على عقب، كاشفا مرة أخرى عن بطنه الرخوة والضعيفة. انطلق بطلنا مع شواغن بأقصى سرعة كظلال الموت، متجاوزين 50 كيلومتر في الساعة، وغرس سيفه بوحشية مطلقة عبر فك التمساح وصولا إلى جمجمته، ليبرز طرف النصل من قمة رأسه منهيا حياته. حمله شواغن لمسافة 200 متر أخرى قبل أن يتباطأ تدريجيا ويتوقف تماما. استلقى التمساح العملاق المدرع بالحديد على ظهره ميتا. حصد بطلنا 30 نقطة سمعة من القتل، بالإضافة إلى 80 نقطة أخرى من الحشد المراقب. الآن ركزوا معي، اللحظة الأهم جاءت تاليا. امتطى بطلنا جواده متجها نحو الجثة الميتة، وضوء الشمس يغمر وجهه المنتصر، وأعلن للجميع بفخر أن الوحش قد مات، وأن الأرض عادت إليهم أخيرا، وأنه سيطعم الجميع لحم التمساح للغداء. هتف كل شخص بفرح ومنحوه نقاط السمعة 140 نقطة إجمالا. هذا كان هدفه الحقيقي، إعدام الوحش علنا، ليرى الجميع قوة سيدهم المطلقة ويشعروا بالامتنان العميق. بعد ذلك أخرج بطلنا جميع شتلات أشجار الفاكهة من خاتمه المكاني. حفر العمال الحفر، زرعوها وحملوا الماء من البحيرة، بينما تبعتهم ليندا بعصاها السحرية لتسريع نمو كل شتلة سحريا وبشكل مذهل. نبتت الأوراق وتمددت الجذوع، كما لو أن سنوات طويلة قد مرت في ثوان معدودة. قام السيد بترتيب كل شيء حسب النوع: بستان تفاح، بستان كمثرى، بستان برتقال، وكرم عنب. كان العنب يتطلب الجهد الأكبر. اضطر لقطع أكثر من 40 شجرة من غابة قريبة لبناء تعريشات ضخمة، وربطها معا باستخدام الكروم التي نمت بفضل سحر ليندا. بحلول الوقت الذي انتهوا فيه تم زرع جميع الشتلات عبر أكثر من 40 فدانة. بدت ليندا شاحبة تماما من استهلاك الكثير من طاقتها السحرية. سحبها للأعلى لتركب معه، وأخبر الجميع بابتسامة أن يحضروا أوعيتهم ويتوجهوا فورا إلى القلعة لتناول اللحم الطازج. بالعودة إلى القلعة ملأت رائحة لحم التمساح المطبوخ الأجواء. قدم جوناثان لسيده النواة السحرية للوحش، كرة زرقاء مائية بحجم حبة الخوخ. تم سلخ جلد التمساح بالكامل أيضا. أومأ صيادنا برأسه دليلا على الرضا التام. غنيمة ليست سيئة لعمل صباح واحد. دخل بطلنا وليندا إلى الفناء الداخلي، حيث كان جلد التمساح يجف على الطاولة الحجرية.
قام السيد بطيه ببرود وخزنه في خاتمه المكاني، ثم سلم روبرت كيسا كبيرا من العملات وأمره بدفع 50 عملة نحاسية لكل عامل عند قدومهم لتناول الغداء. اصطف العمال بنظام شديد للحصول على أوعيتهم المليئة بحساء لحم التمساح اللذيذ. جلس روبرت بجوار الطابور يوزع العملات الفضية على أزواج من أفراد العائلات. كل شخص تلقى الدفع منح بطلنا نقطة سمعة بإجمالي 280 نقطة من 140 شخصا. صعد بطلنا وليندا إلى غرفة الطعام في الطابق العلوي. جلس بهدوء بجوار النافذة يراقب شعبه في الخارج بنظرة القاضي المنتصر. كانوا يجلسون في مجموعات صغيرة يحتسون الحساء ويقضبون على عملاتهم الفضية بابتسامات مليئة بالرضا والأمان. راقبوا معي هذه اللحظة الهادئة. جربت الحساء بنفسي واشمأززت من طعمه، كان مقززا وزفرا. سارعت كينا بخوف لإصلاحه ثم هربت برفقة روث. فجأة التقطت أذني أنينا خافتا بجواري. انهارت ليندا للخلف فاقدة الوعي، أمسكت بها ببرود وثبتها بين ذراعي. موجات هائلة من طاقة الحياة كانت تنبعث من جسدها وتنتشر بجنون في كل الاتجاهات. في الخارج نمت الأشجار الحارسة بشكل مرعب، وتفجرت الزهور والعشب من الأرض الرملية في كل مكان لتكسو الأرض ببساط أخضر. لكن حالة ليندا كانت مزرية، عيناها مغلقتان بشدة ووجهها مشوه من الألم، بينما جسدها ينتفخ كالبالون وكأنها ستنفجر في أي لحظة. لم أكن أدرك ما يحدث، وتمنيت لو كانت تينا هنا. الوقوف مكتوف الأيدي، هذا شعور أمقته بشدة. صرخت من شدة الألم، ثم غرزت أسنانها فجأة بقوة في يدي. قطرات من دم تساقطت في فمها لتنفتح عيناها بوهج غريب ومريب. وقبل أن أسألها عن الخطب لفت ذراعيها فجأة حول عنقي وضغطت بشفتيها بقوة على شفتي في حركة لم أتوقعها. طاقة نقية وجبارة تدفقت من فمها إلى داخلي، طاقة مذهلة تفعل طوري البشري التنين من تلقاء نفسه مستجيبا لهذه القوة. جسد ليندا المنتفخ عاد تدريجيا إلى طبيعته، بينما كانت تلك الطاقة الهائلة تتدفق منها لتسكن في جسدي أنا. بقينا متشابكين، لم يبتعد أي منا، لا أعلم كم استمر ذلك. وعندما توقف تدفق الطاقة أخيرا انفصلنا ونحن نلهث بشدة بحثا عن الهواء. أحمر وجه ليندا بشدة، بينما طور التنين الخاص بي قد تضخم بشكل ملحوظ. طولي الآن 220 سنتيمترا، حراشفي أصبحت أكثف وأصلب، عضلاتي أضخم، وأجنحتي بعرض 2 تقريبا، ضخمة بما يكفي لأحلق بها عاليا. سألتها عما حدث ببرود، فأوضحت أنها في طفولتها ابتلعت بالخطأ شيئا يسمى فاكهة لسان التنين، والتي كانت تحوي طاقة هائلة ومدمرة. معلمها قام بختم تلك الطاقة داخلها في اللحظة الأخيرة لينقذ حياتها من موت محتم. اليوم استنزفت سحرها في زراعة الأشجار، مما شكل ضغطا حطم الختم، وبدأت تلك الطاقة الجبارة تتسرب من جسدها بشكل خارج عن السيطرة تماما. وعبر تقبيلي ونقل تلك الطاقة إلي زال التهديد تماما. صيد ثمين بلا مجهود. لم تعد تشعر بقوة فاكهة لسان التنين داخلها. لقد كان انتصارا مزدوجا. تخلصت هي من قنبلة موقوتة، بينما حصل طور التنين الخاص بي على ترقية جبارة ستخدم أهدافي. تفقدت ساعة جيبي بهدوء. كانت الساعة قد تجاوزت 3 عصرا بالفعل. الوقت يمر بسرعة. بقينا متشابكين ل3 ساعات تقريبا. تمتمت بصوت خافت بأنها متعبة، ثم هربت عمليا إلى غرفتها لتختبئ. راقبتها وهي تغادر، ثم لعقت شفتي. خلال حياتين كاملتين لم أقبل فتاة من قبل. نعم، كانت تلك قبلتي الأولى، وطعم القوة فيها مذهل. تمددت ببطء ونزلت إلى الطابق السفلي. الأشجار الحارسة نمت جميعها بشكل ملحوظ يثير الإعجاب. الشجرة الأم بلغ طولها 2 والأشجار ال6 الفرعية تجاوزت 1. اختبرت الورقة الذهبية وتأكدت أن كل شجرة فرعية تمتلك الآن قدرة مراقبة مثالية لشبكتي. يجب أن أزرعهم في مواقع استراتيجية عبر مقاطعتي قريبا. والآن حان الوقت لتفقد سيف ناب التنين الخاص بي، سلاح الإعدام المنتظر. استدعيت مطيتي وامتطيتها، ثم أخبرت جوناثان بصرامة أنني سأتوجه إلى مدينة بمفردي. احتج بأن الأمر خطير، لكنني ربت على عنق مطيتي وقلت إن الخطر لا يمكنه اللحاق بي. انطلقنا وسط سحابة غبار، ووصلنا المدينة في أقل من 30 دقيقة بسرعة 160 كيلومتر في الساعة. في طريقي للداخل صادفت مجموعة شيلوه وتينا وهم في طريقهم للعودة إلى المنزل. لقد باعوا 200 كعكة ثلجية، مال جيد، لكن حصدوا 30 نقطة سمعة فقط. بريق السلعة يتلاشى بسرعة. أحتاج بالتأكيد لمنتجات جديدة لأحكم سيطرتي قريبا.
منحت كل شخص مكافأة وأرسلتهم لديارهم. في قصر الفايكونت كان برينت ينتظرني بالفعل خارج الحدادة بشغف. كان هو الآخر متلهفا لرؤية سيف ناب التنين. طرقنا الباب الحديدي وسمح لنا جارين بالدخول بهدوء تام. كان دانيال يقف عند سندانه يطرق النصل بضربات دقيقة ومشتعلة كالجحيم. على منصة الحدادة استقر سيف أبيض شاحب وكأنه منحوت من اليشم، تحفة فنية حقيقية. النصل بطول 1.20 سنتيمتر وبعرض 3 أصابع، نصل مثالي للذبح. واقي السيف كان مصمما على شكل نابين بارزين يتجهان للخارج. مع الضربة الأخيرة انفجر ضوء ساطع من النصل ليغمر الحدادة بأكملها، ثم انطلق شعاع قوس قزح من السيف مخترقا السقف مباشرة ليحدث فجوة بقطر نصف متر. من خلال تلك الفجوة كنا نرى السماء الزرقاء بوضوح. انتبهوا لما سيحدث الآن. طيف تنين يتجاوز طوله 10 أمتار ارتفع فوقنا، فتح فكيه وأطلق زئيرا مرعبا هز المدينة بأكملها وكأنه زلزال مدمر. ثم تحول الطيف لوميض ضوئي وغاص عائدا داخل النصل. طار السيف نحوي من تلقاء نفسه، مقبضه في المقدمة، واستقر يحوم أمامي خاضعا. قبضت عليه بقوة. كان الملمس باردا مريحا ومألوفا ليدي. في عقلي استشعرت أفكار روح السيف، كانت وقحة وماكرة، وفي كل مرة أرجح فيها النصل يطلق زئير التنين يصم الأذان. دانيال كان يبكي من شدة الفرح، مرددا أن هذا هو أعظم سلاح صاغه في حياته كلها. الزئير يمتلك تأثيرا يزلزل الروح ويصعق الأعداء في المعارك، وحتى لو تجرأ خصم قوي وقاومه فإن الزئير المستمر في وجهه سيدفعه حتما نحو الجنون الخالص. قدم لي جرين بغمده الرمادي الفاتح المنحوت عليه تنين فضي في وضعية التحليق. لقد عشقته. سألني دانيال عن اسم السيف. فكرت في الزئير المرعب الذي يصدره مع كل ضربة، وحسمت قراري ببرود زئير التنين. ارتجف السيف قليلا بين يدي وكأنه يعلن ولاءه التام، ثم سحبت قطعة جلد تنين وأكثر من 100 حرشفة من خاتمي المكان، وأمرت دانيال بصياغة درع لي. أما برينت فكان يقف متجمدا. هكذا نصنع العظمة يا رفاق. نفدت الكلمات من دانيال تماما. التمعت عيناه بجشع وهو يمرر يديه بلهفة على حراشف التنين متلهفا لتنفيذ ما أمرته به. بدأ جرين في أخذ قياساتي، الطول، الأكتاف، الخصر، لتجهيز درعي المثالي. بسط دانيال جلد التنين وحراشفه على منصة الحدادة لتأخذ هيئتي، وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان. هالة جليدية انبعثت من الجلد، وظهر طيف تنين آخر يرمقني بحقد ويزأر. روح تنين ثانية مثير جدا كانت مختبئة ببراعة داخل الجلد، لكن سيفي عواء التنين استلى نفسه تلقائيا استجابة لهذا التحدي. طفت روح السيف لتواجه الطيف الجديد. كان متطابقين تقريبا، لكن روح سيفي الخاضعة لي كانت أكثر صلابة. إحداهما ركعت لي والأخرى لا تزال تكرهني. نظر إلي برينت بحسد وسألني بغباء عن سر حظي المطلق. أجبته ببرود أنها طاقة البطل، ثم فعلت هيئة التنين البشرية لأفرض سيطرتي بدمي مرة أخرى. حدق الجميع بذهول. لقد نموت بشكل مرعب منذ الأمس. طولي الآن 120. تذمر برينت من هذا التحول المفاجئ. هؤلاء الحمقى لا يعرفون شيئا عن حمام دم التنين والطاقة الهائلة التي امتصصتها من ليندا. أحضر لي جرين كوبا فهززت رأسي رافضا. هذا لا يكفي. عاد بدلوا. قطعت معصمي بسيفي ونزفت 10 لترات قبل أن أشعر بالدوار. جسدي المحسن يتحمل فقدان الدماء الآن. سكب جرين دمي بالتساوي فوق جلد التنين ليحكم قبضتي عليه. امتص الجلد الدماء فورا، وتخبطت ملامح الطيف بين الغضب العاجز والرضوخ التام تماما كالروح الأولى. في النهاية تلاشى الحقد وحل محله الخضوع المطلق، وغاصت الروح مستسلمة داخل الجلد. عادت روح السيف إلى عواء التنين. بعدها أخرجت جلد التمساح وأمرت جرين بصنع أحذية تليق بي. وقف برينت مذهولا، لم يصدق أنني سحقت التمساح المدرع الحديدي. وصفني بالمبذر لاستخدام جلد وحش من الرتبة الثانية للأحذية قبل أن يتذكر أن درعي الحقيقي من جلد التنين. توسلني لأمنحه الجلد المتبقي ليصنع درعه. نظرت إليه ببرود وطلبت 12 عملة ذهبية. تذمر بحجة الأخوة، لكنني أخبرته أن الحسابات لا تعرف الإخوة، وبعد مساومة هددته ببيعها لعائلة هوارد ب15 عملة. رضخ بسرعة ودفع المطلوب، ثم عرضت عليه النواة السحرية المائية للتمساح مقابل 15 عملة أخرى. صرخ ناعة إياي باللص الجشع، لكن بمجرد أن لوحت ببيعها لخصومه وافق بخنوع تام. سيدفع غدا عند استلامي لدرع التنين الخاص بي.
أخذ جرين قياساتي للأحذية وأكد لي أن الجلد يكفي لصنع درعين كاملين والمزيد من الأحذية الإضافية. سيحصل برينت على درعه الرخيص، وسأحصل أنا على 5 أزواج من الأحذية وربما زوجين إضافيين من الفائض. أصر برينت بجشعه على أن يصنع له جرين درعين كاملين ويستخدم الباقي لأحذيته الخاصة. لم أجادل، 5 أزواج تكفيني تماما. غادرت المكان حاملا سيف عواء التنين بيدي. لسبب ما رفضت روح السيف دخول الخاتم المكاني وأصرت أن أحملها. في الخارج كان الذباب قد تجمع والدي، العم فريد، بلاتو وكل حراس العائلة. زئير التنين أثار ذعر الجميع. سألني والدي عما حدث. أجبته ببرود. أخبرته أنني صنعت سيفا من ناب تنين وروحه أحدثت هذه الفوضى. سخر بلاتو زاعما أنه تنين حقيقي جاء للانتقام. تجاهلته واستللت سيفي ولوحت به بضع مرات. كل تلويحة أطلقت زئيرا مدويا كاد يصم آذانهم. اتمعت عينا والدي بجشع مفضوح ورغبة جامحة. حاول استغفالي بكلمات معسولة لإجباري على تسليمه السيف، متذرعا بصغر سني. نظرت إليه ببرود وأخبرته أن السيف مروي بدمي. الروح لن تعترف أبدا بأي سيد غيري. سقط وجهه بخيبة أمل مقيتة. ثم رميت الطعم. أخبرتهم بسحقي للتمساح المدرع وبيع جلده لبرينت. وقف والدي والعم فريد مصدومين. العم فريد الفارس من الرتبة الرابعة فشل سابقا مع فرقة كاملة ضده، وعندما ألمحت أن برينت يجهز درعه الآن اختفى والدي كلمح البصر، محطما باب الحدادة ليضمن حصته ككلب جائع. مشهد مثير للشفقة. خارج البوابات احتشد المئات كالحشرات، يتقدمهم أهم نبلاء وتجار المدينة الفضوليين. قادة عائلتي الفيكونت الأخريين كانوا هناك يطالبون بوقاحة بمعرفة مصدر زئير التنين. لعبت دور الفتى المذعور الذي هرب من الضوضاء. ابتلعوا الطعم بسذاجة وتجاوزوني مسرعين للبحث عن والدي. وأثناء تسللي بين الحشود أمسك شاب أشقر بكتفي. ابتسم بخبث وقال: إن سيفي يبدو غير مألوف. نفضت يده ببرود مدعيا أنه سيف عادي، وانصرفت بسرعة. من خلفي سمعت مرافقته الشقراء تسأله عما لاحظه، فأجابها بأنه سيف من ناب تنين. خارج المدينة أطلقت العنان لحصاني وانطلقت بقوة، وفجأة صفر سهم غادر نحوي. استللت سيفي وشطرت السهم في الهواء. تعثر حصاني داجين بحبل مخفي لكنه لم يسقط. فخ مكشوف. انتزع رجلان كانا يمسكان بالحبل من مخبئهما بقوة، وانكشفت وجوههم المذعورة. لم يستطيعان إيقاف حصان بدم تنين. ظهر 8 حمقى من الأدغال يقودهم رجل بدين. حان وقت الصيد. بجانبه وقف رجل بندبة بشعة تمتد عبر وجهه بالكامل كفريسة سهلة. بصوت حاد ومزعج أشار سكارفيس إلى ملابسي الفاخرة وحصاني المدرع النادر، معتقدا بغباء أنني مجرد غنيمة سمينة ستجلب لهم فدية ضخمة. ابتسم القائد البدين بوقاحة وطرح فكرة مقززة حول إبقائي لتسليتهم الدنيئة. ثم شكلوا دائرة حولي متوهمين أنهم من يضع الفخ. فارسان من الرتبة الثانية و6 من الرتبة الأولى فقط راقبوا هذا معي. أطلقت ضحكة باردة وسألتهم إن كانوا حقا يعتقدون أن هؤلاء الحثالة يكفون لسرقتي. سخر مني سكارفيس ونعتني بطفل أحمق لا يدرك الورطة التي أوقع نفسه فيها. تبختر أحد فرسان الرتبة الأولى نحوي ملقيا تهديدا مقززا. لم أكلف نفسي عناء الرد بالكلمات، فالسيف أبلغ. انطلقت على دواجون. زأر سيف دراغونز هاول بينما ألوح به لتطير رأس ذلك الأحمق عن كتفيه فورا. ضربة واحدة وموت محقق. ذلك لفت انتباههم أخيرا. صرخ القائد البدين آمر الجميع بالهجوم دفعة واحدة. سحب 7 رجال أسلحتهم واندفعوا نحوي من كل الاتجاهات. أطلقت صاعقة برق مدمرة عبر سيفي مباشرة نحو صدر سكارفيس. سيف دراغون فونغ يوصل السحر بكفاءة تتجاوز العصية العادية. كانت الصاعقة باسمك ذراع طفل، مما جعل جسد سكارفيس ينتفض بتشنجات عنيفة. أنقذ الرجل البدين شريكه بصعوبة بالغة حين صد طعنتي التالية، ثم وجه ركلة غادرة نحو بطن جوغان. انتفض جواغان ورفس بقوة ليدفع ذلك البدين عدة خطوات للوراء، ثم أطلق كرة نارية حارقة من جبهته مباشرة نحو وجه القائد البائس. وبينما كان أعمى يصرخ ويبكي من شدة الحروق، لوحت بسيف دراغونز هاول قاصدا قطف رأسه. غريزته القتالية وحدها من أنقذت حياته البائسة. انبطح في اللحظة الأخيرة لتصفر الشفرة القاتلة فوق فروة رأسه. صرخ القائد البدين مطالبا الجميع باستخدام مهاراتهم القتالية. هاجم ال7 بتقنياتهم الخاصة. هنا شعرت بدماء تغلي بنشوة القتال ورغبة السحق.
هيئة التنين البشري. رميت قميصي في الخاتم المكاني بينما تضخم جسدي ليصل إلى 220 سنتيمتر وتغطى بحراشف حمراء مرعبة. فردت أجنحة التنين الواسعة خلف ظهري، وامتد سيف دراغونز هاول ليطلق شفرة طاقة بطول متر كامل لتناسب حجمي الجديد والمخيف تماما. ضربت الهواء بأجنحتي وحلقت عاليا جامعا عناصر النار عند طرف السيف. كرة نارية متفجرة بقطر 120 سنتيمتر تشكلت فورا. ظهرت في لمح البصر بقوة تدميرية تتجاوز أي شيء أنتجته في الماضي بفضل ترقيتين لهيئة التنين خاصتي وتوصيل دراغونز هاول السحري الفائق. أطلقت تلك الجحيم مباشرة نحو مركز تقنية رقصة السيف الخاصة بسكارفيس. تحطمت الكرة النارية الضخمة إلى عشرات الشظايا المشتعلة التي تناثرت في كل مكان لتوقف 6 من المقاتلين السبعة دفعة واحدة وتكسر مهاراتهم. اضطر سكارفيس للتراجع ذليلا بشعر محترق وجلد متفحم يغطي وجهه وجسده بالكامل. القائد البدين وحده من صمد وتجاوز النيران طرت نحوه كالكابوس ولوحت بسيف دراغونز هاول بقوة نحو الأعلى. اصطدمت أسلحتنا برنين رعدي مرعب مما أرسل موجات صدمة مرئية تمزق الهواء وتسطح العشب المحيط بنا تماما. تراجع لأكثر من 12 خطوة مصدوما بالكامل. دعونا نتذكر أنه كان أحد أقوى فرسان الرتبة الثانية هنا، ومع ذلك كنت أسحقه تماما. رأيت الندم بعينيه لاختياره هذا القتال، لكن الوقت تأخر جدا على طلب الرحمة أو التفاوض. بسرعتي المرعبة لم يتمكنوا حتى من الهرب. أطلقت صاعقة برق مميتة نحوه. تفادى الضربة بالتدحرج جانبا، ولكن قبل أن ينهض كان دراغونز هاول يطعنه مجددا. كل ضربة مني كانت تستهدف نقطة حيوية بدقة قاتلة. صد هجماتي بيأس، يتصبب عرقا وينجو بصعوبة من كل التحام. صرخ سكارفيس آمر البقية بالذهاب فورا لإنقاذ قائدهم المهزوم. حينها مر طيف أحمر سريع من جانبه متبوعا بصرخة مرعبة تقشعر لها الأبدان. التفت سكارفيس ليرى أن حصاني قد طعن أحد رجاله بقرونه وقذفه لمسافة 100 متر في الهواء مع فجوة ممزقة عبر معدته. اندفع سكارفيس نحو جواغان بغضب أعمى، لكن الحصان ركض ببساطة بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. لم يجاريه أحد، طارده لميل قبل أن يستسلم لاهثا. ثم أدرك بعبئه الثقيل أنه ترك قائده وحيدا معي في الجحيم فركض عائدا. في هذه الأثناء كان القائد البدين ينجو بالكاد. زئير دراغونز هاول المستمر أصمه تقريبا، مما شل قدرته تماما على استشعار الخطر القادم. كان مغطى بالجروح والدماء تنقع ملابسه بالكامل. دون رحمة أطلقت 3 تعويذات مدمرة على التوالي: صاعقة برق، دوامة رياح، وكرة نارية متفجرة. وصل سكارفيس في الوقت المناسب تماما ليرفع حاجز هالة الدفاعي بطول 3 أمتار. برقي صدع الحاجز بوضوح، وسعت الرياح تلك الشقوق، ثم حطمته الكرة النارية بالكامل لترسل كلا الوغدين يتدحرجان على الأرض كدمة محطمة. ومن مسافة بعيدة تعالت صرخات الألم المرعبة. كان حصاني يتلاعب بأحد الفرسان، يقذفه عاليا بقرونه، يمسكه ثم يقذفه مجددا قبل أن يسحق رأسه بقدمه في النهاية بلا شفقة. كان يطلق كرات نارية على الفرسان ال3 الآخرين لإبعادهم. انهارت معنويات الناجين تماما وبدأوا يركضون بهلع في كل الاتجاهات هربا من الموت. نظر البدين وسكارفيس لبعضهما وهربا أيضا. حلقت بأجنحتي وشكلت تنين هالة فضي ضخم. تقنية، راحة يد، إخضاع التنانين 18. تحطم التنين الفضي فوقهما بقوة مدمرة مفجرا حفرة ضخمة بعرض 100 متر وعمق 3 أقدام في الأرض. غصت للأسفل وغرست دراغونز هاول عبر صدر سكارفيس ليموت فورا. جنون البدين، فتخلى عن دفاعه ملوحا بشفرته نحوي في هجوم انتحاري يائس. أطلقت قوسا من البرق ليلسع معصمه بشدة. سقط سلاحه من يده فورا. اخترق سيفي قلبه لتخرج الشفرة من ظهره. انزلق جسده الميت على السيف وانشطر، وكما ترون لحقت بفارس هارب آخر وقتلته. نهاية مثالية للخونة. اسمعوني جيدا، طاردت الأخيرين بنفسي كظلال الموت. أحدهما ظن أنه نجا، لكن سيفي حصد رأسه ببرود شديد قبل حتى أن يلمح طيفي. الآخر سمع وقع الحوافر خلفه فركض بيأس شديد ليجدني فجأة أمامه ككابوس لا مفر منه أبدا. ضربة حافر سحقت جمجمته وأنهت الأمر. نفضت الدماء عن سيف عواء التنين ليعود نصله لامعا بلا شائبة. كان بإمكان جويج تجاوزهم بسهولة، لكن هذا طريق عودتي. بوصفي الحاكم الخفي لن أسمح أبدا لحثالة اللصوص بتدنيس الطريق المؤدي إلى مدينة الأمل.
أغمدت سيفي، ارتديت ملابسي، وامتطيت حصاني عائدا. بعد رحيلي وصل إلى مسرح الصيد رجل وامرأة شقراوان من المدينة يمتطيان الخيل جاهلين بما حدث للتو. المرأة امتطت وحشا مثيرا للاهتمام حقا، حصان أزرق الحراشف بذيل قوس قزح وقرن وحيد كوحيد القرن. بينما تفحص الشاب مسرح الموت والجثث التي تركتها خلفي، لاحظ أن الجروح نظيفة ودقيقة للغاية. صنعها سلاح حاد جدا مع آثار حروق وشلل تؤكد أن الصياد كان محاربا سحريا بلا رحمة. مجموعة واحدة من آثار أقدام بشرية وآثار حوافر عميقة تعود لركوبة استثنائية لا مثيل لها. سألته شقيقته إن كان الحصان يتفوق على وحيد قرنها الأزرق النادر. ضحك الشاب وأخبرها باستهزاء أنه يتفوق عليه بمرات عديدة جدا. بعد انسحابي تفحص الأخوان الشقراوان ساحة المعركة. ذلك الشاب المدعو دواي تمكن من استنتاج كل شيء من الأدلة التي تركتها، جروح السيف النظيفة وعلامات الحروق والشلل التي تثبت وجود محارب سحري قاتل. آثار أقدام شخص واحد فقط وآثار حوافر عميقة لركوبة استثنائية حقا. استنتج بذكاء أن 4 من اللصوص 8 سحقهم حصاني وحده بلا رحمة، مما يجعله يعادل قوة فارس من الرتبة الأولى بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، أي ضعف سرعة حصان تلك المرأة الأزرق الثمين. المرأة ماندا لم تصدق ذلك أبدا. دواي أشار إلى أنني أنا كريس جوردن حامل سيف ناب التنين، لكن ماندا رفضت التصديق. تذكرتني فقط كطفل مزعج يركض خلفها دائما وهو يصرخ بصوت طفولي: ماندا انتظري من فضلك. لم تستطع ربط ذلك الطفل بكياني الحالي القادر على سحق فارسين من الرتبة 2 و6 من الرتبة الأولى بمفردي، لذا عقدا رهانا سيراقبون الطريق إلى مدينة وإذا ظهرت أمامهم ممتطيا وحشا استثنائيا حقا يفوز دواي بالرهان ويحق له استعارة حصانها الأزرق الثمين لمدة شهر كامل، وإلا ستفوز ماندا وتحصل على خام الحديد الغامض الثمين الخاص به لتطويق سيفها. وافقت بثقة عمياء، موقنة أنني لم أصبح بتلك القوة المرعبة خلال 6 أشهر فقط. عندما وصلت إلى منزلي كان الظلام حالكا جدا. صيد اللصوص استنزف الكثير من وقتي الثمين. جوناثان شم رائحة الدماء علي وسألني بقلق. أجبته ببرود أنه لا شيء، مجرد حثالة اللصوص سحقتهم على الطريق. عرض مرافقتي في المستقبل، لكنني رفضت طلبه بصرامة، فحضوره لن يؤدي إلا إلى إبطاء خطواتي. استقبلتني تينا بالداخل وسألتني بفضول عما حدث بالضبط بيني وبين ليندا. يبدو أن ليندا حبست نفسها في غرفتها ورفضت الخروج منذ وصولي. لعقت شفتي ببرود وقلت لها أن تتركها وشأنها لبضعة أيام حتى تهدأ. ثم شاركتني تينا خبرا ممتازا: لقد ترقت ليندا لتصبح ساحرة من الرتبة 3. هذا إنجاز هائل. ساحرة نباتات من الرتبة 3 ستسرع نمو بساتيني ومزارعي بشكل جنوني تماما، لكن الأمر منطقي، خاصة بعد تسرب طاقة فاكهة لسان التنين الهائلة. لا بد أنها امتصت جزءا من تلك الطاقة. توجهت نحو غرفة الطعام وأنا أتضور جوعا. أحضرت السيدة إلين كالعادة شريحة لحم تنين، حدقت فيها بملل شديد. بعد أيام من تناول اللحم المشوي العادي الخالي من أي إبداع سئمت من هذا الطعام. الآن ركزوا معي. نهضت بخطوات واثقة نحو المطبخ، وقررت أن الوقت حان لأعلم السيدة إلين كيفية تحضير طعام حقيقي من حياتي السابقة كحاكم. المطبخ الصيني يمتلك 8 أساليب رئيسية، أي واحد منها قادر على إشباع مأدبة ملكية. تناول شرائح اللحم الباهتة يوميا كان همجية بحتة. أصيب الخدم بالذعر التام لرؤية نبيل يقتحم المطبخ. تم استدعاء روبرت للاحتجاج، لكني أسكته بنظرة واحدة قبل أن يتحدث. أمرت السيدة إلين بأن تراقبني جيدا وأنا أطبخ لتتعلم، وبمجرد إتقانها للأمر سأتوقف عن المجيء. التقطت البرطمانات والزجاجات من الطاولة وشممت كل واحدة منها بتركيز للتعرف على التوابل المتاحة. الخيارات كانت مثيرة للشفقة مقارنة بعالمي القديم، مجرد زيت وملح وفلفل وكمون، لكنها كانت بداية مقبولة. شمرت عن ساعدي وبدأت الطبخ بهدوء. قطعت اللحم إلى قطع صغيرة متساوية ورميتها في مقلاة الزيت الساخن. عندما نضج اللحم أضفت الملفوف المفروم. شعرت السيدة إلين بالرعب الشديد، فالملفوف طعام الخدم والنبلاء يأكلون اللحم فقط. تجاهلتها تماما وواصلت التقليب بثقة، والجميع يراقبني في صمت وذهول مطلق. لم يسبق لهم رؤية نبيل يطبخ، ناهيك عن استخدام تقنيات غريبة تماما عن هذا العالم. ومع أزيز الطعام انتشرت الرائحة الساحرة خارج المطبخ. روث وكينا كانتا تسيل لعابهما حرفيا.
أعددت لحما مطهوا ببطء مع الملفوف، ولحم بقر مع البطاطس، ولحم مقليا بالفلفل، وبيضا مقليا بالطماطم. تمنيت حقا لو أعددت أطباقا إضافية، لكن معدتي كانت تقرقر بصوت عال جدا. نحت عصوين مستقيمتين بدقة لتصبح عيدان طعام باستخدام سيف التنين. غسلتهما جيدا وجلست لأبدأ وليمتي. النكهات كانت مثالية وقوية. مهاراتي في الطبخ لم تتلاشى أبدا. أمرت السيدة إلين بتذوق هذا الإبداع. قاومت في البداية بخوف، ظنا منها أنه من الخطأ أن تأكل خادمة ما أعده سيدها بنفسه. دفعت الملعقة بقوة في يدها وأخبرتها بصرامة أنها بحاجة لتعلم هذه الوصفات الغريبة لتعدها لي لاحقا. أخذت قضمة واحدة فقط وأضاءت عيناها بالصدمة. هل توقعتم غير ذلك؟ السيطرة المطلقة. كل طبق كان بمثابة طعم مثالي. جلب لي نقطتي سمعة منها. استدعيت الخادمات لتذوق الفخ. لقد وقعن في الأسر تماما. كل واحدة منهن منحتني نقطتين. حتى تينا تسللت بهدوء وتذوقت الطعم لتسقط في شباكي وتمنحني نقطتين إضافيتين. رائع. سألت عن ليندا. قالوا إنها لا تزال تختبئ. حسنا. أمرت تينا بوضع طبق اللحم والملفوف مباشرة أمام باب غرفتها. كفخ لا يقاوم. هذا سيجبرها على الخروج. وكما توقعت، بمجرد أن شمت الرائحة وعلمت أنني طهوته بنفسي، فتحت بابها ببطء. الفريسة تقترب. لقمة واحدة وكانت كافية لإيقاع تلك العاشقة للطعام في الفخ. استدرجتها تينا نحو غرفة الطعام بوعد المزيد من الأطباق. جلست ليندا بعيدا عني قدر الإمكان، رأسها منخفض وبصمة تام. راقبتها ببرود، ثم أمرتها بتناول الطعام بصوت حازم. تذوقت قطعة اللحم بحذر لترفع عينيها ببريق واضح. نقطتان إضافيتان. لم أضغط عليها أكثر، فالصياد الجيد يعرف متى ينتظر. ركزت على طعامي بهدوء تام. كنت جائعا كوحش كاسر. لاحظت تينا عيدان تناول الطعام وسألت بفضول، بينما كانت هي وليندا تكافحان بالملاعق بلا جدوى. كانتا تسكبان الطعام في كل مكان بينما كنت ألتقط أصغر فتاة اللحم بدقة قاتلة دون إسقاط قطعة واحدة. أخبرتهما ببرود أن هذه العيدان مهارة تعلمتها من تاجر أجنبي في العام الماضي. كذبة بسيطة ومثالية. كدت أزل وأقول حياتي السابقة. سلمتهما عيدان كنت قد جهزتها مسبقا في الظلام بانتظار هذه اللحظة. تعثرتا في البداية، لكن كساحرتين بتركيز عقلي قوي استوعبتا الأمر وأتقنتا الاستخدام خلال 5 دقائق فقط. مراقبة تطورهما ممتعة. التقطت ليندا قطعة بطاطس وقالت وفمها ممتلئ: إن العيدان أفضل بكثير من السكاكين والشوك. خطوة أخرى نحو ترويضها بالكامل. في تلك الليلة تناولت أكثر وجبة مرضية منذ قدومي إلى هذا العالم. قضينا نحن الثلاثة على الأطباق ال4 تماما، ثم ذهبت لسريري منهكا لكن منتصرا. بعد أن غادرت غرفة الطعام بهدوء، حاصرت تينا ليندا في الزاوية واستجوبتها ببراعة تامة. فاكهة اللسان التنين، تسرب الطاقة، عض يدي، شرب دمائي، وتلك القبلة ل3 ساعات. كانت ليندا تموت من الخجل. سخرت تينا من جرأتها ومازحتها قائلة: إنه بما أن دمائي جعلت الشجرة الحارسة موالية لي أنا وحدي وبشكل مطلق، فربما شربها للدم جعلها تقع في شباكي أيضا. أصرت ليندا بغضب أن هذا سخف، فهي ليست نبتة، لكنها عجزت عن تفسير سبب تقبيلها لي. في صباح اليوم التالي أرسلت تينا وشيلوه إلى مدينة موت مع الخدم لبيع كعك الثلج كالمعتاد. خطتي تسير كما رسمتها. ثم جمعت كل العمال من جديد. مهمة اليوم هي بناء أكواخ المعالجة قرب البستان، 10 مبان مع موقد ضخم لصنع مربى الفاكهة. بدأ العمل الجاد. استعدادا للحصاد، أمرتهم بقطع الأشجار وبدء البناء فورا، بينما كان المسؤول راندال يسجل كل شاردة وواردة تحت إشرافي الصارم. كانت ليندا بالخارج تلوح بعصاها وتلقي تعاويذ النمو على أشجار الفاكهة واحدة تلو الأخرى. مراقبتها وهي تعمل كانت مرضية. الشتلات التي زرعناها بالأمس نمت بشكل ملحوظ وبسرعة فائقة بأوراق كثيفة، وبعضها أزهر بالفعل. قوة السحر تعمل لصالحي. استخدمت سحر الرياح ببرود لنثر حبوب اللقاح وإتمام التلقيح الاصطناعي. تحكمي كان مثاليا. بهذا المعدل المجنون سنحصد الفاكهة خلال 5 أيام، وهو أمر يستغرق عادة عاما أو عامين. نحن نكسر قواعد الطبيعة. صرخ رجل من الشاطئ بأنه وجد بيضة ضخمة بحجم بطيخة، وقبل أن أتدخل انبثقت فكوك مفترسة من الماء وسحبته للأسفل بقسوة. فريسة أخرى سقطت. تمساح مدرع آخر انطلقت نحو البحيرة ساحبا سيفي عواء التنين بغضب. كانت المياه تغلي بالدماء. حان وقت الصيد الحقيقي.
حددت هدفي بدقة قاتلة وأطلقت سيفي نحو الماء. بعد لحظات طف الرجل على السطح. لقد حرمت الوحش من وليمته. تحولت لهيئة التنين، حلقت فوق البحيرة، اختطفته ورميته للشاطئ كدمية. إنقاذ حياته جلب لي 60 نقطة سمعة، مكافأة جيدة لهذا العناء. فقد وعيه فورا، جسده مليء بآثار العضات، وكان في حالة صدمة وفقد الكثير من الدماء. ضعيف جدا أمام هذه الوحوش. هرع أصدقاؤه لنقله وعلاجه، بينما عاد سيف عواء التنين طائرا من الماء ليستقر في يدي مجددا. السلاح المطير. هذا التمساح أصغر وأضعف بكثير من وحش الأمس، مجرد وحش من الرتبة الأولى، وبالنظر لتلك البيضة فهي أنثى تحمي عشها. ذلك الضخم الذي سحقته بالأمس كان رفيقها. صداع عائلة جوردان كان ببساطة زوجين من الوحوش، والآن سأقضي على النصف الآخر. أطلقت البرق في البحيرة بلا رحمة. طفت أسماك كثيرة ميتة على السطح، لكن الأمة المختبئة لم تظهر. إنها تلعب معي لعبة الاختباء. أدركت أن صعق البحيرة بأكملها سيدمر ثروتي السمكية، لذا قررت الغوص بنفسي لإنهاء هذه المهزلة واصطيادها في عقر دارها. غصت في الماء. بهيئة التنين نما شاربان صغيران من أنفي منحاني القدرة على التنفس تحت الماء. لا شيء يوقفني. تمساح الأمس كان من الرتبة الثانية، مخاطرة كبيرة للغوص خلفه، لكن هذه مجرد رتبة أولى. فريسة سهلة في ملعبي، يمكنني سحقها بسهولة. فتحت عيني تحت الماء. الرؤية كانت واضحة تماما، لا مفر لها من نظراتي الثاقبة. هربت الأسماك الصغيرة من حولي في ذعر تام. واصلت الغوص أعمق. الأم الجبانة تراجعت بالتأكيد إلى وكرها في القاع المظلم لتختبئ. كان قاع البحيرة مظلما وعكرا. أحكمت قبضتي على عواء التنين ممزقا الأعشاب المائية بلا هوادة بينما أهبط نحو الأعماق. عمق البحيرة حوالي 100 متر. بعد 5 دقائق فقط من التتبع والصيد وجدتها. الفريسة محاصرة أخيرا. في القاع السحيق كان هناك عش مبني من النباتات المائية وزنابق الماء بقطر يبلغ حوالي 8 أمتار. الأم ملتوية بخوف بالداخل، وجرح سيفي العميق في ظهرها لا يزال ينزف بغزارة. لقد قادتني رائحة دمائها مباشرة إليها. حولها طفت أكثر من 12 بيضة بيضاء بهدوء في التيار، حضانة لتماسيح صغيرة كانت ستصبح وحوشا في المستقبل لو تركتها. كانت أصغر بكثير من رفيقها، بطول 2.5 متر فقط، ونحيفة للغاية. مجرد عقبة صغيرة يجب إزالتها من طريقي فورا. عندما رأتني رفعت رأسها بنظرة شرسة ويائسة. ابتسمت ببرود واندفعت نحوها بوحشية حاملا عواء التنين لأنهي هذه المهزلة للأبد. أرسلت زوبعة مدمرة من طرف سيفي لتتحول في لمح البصر إلى دوامة مائية ساحقة تحت السطح، فجعلت جسدها يدور ويفقد السيطرة تماما. وبينما كانت تترنح بضياع شققت بطنها الرخوة ببرود. لم تكن قدرتها القتالية تساوي شيئا مقارنة بذكر الأمس، مجرد فريسة ضعيفة. لقد عانيت ضد ذلك الذكر حتى مع مساعدة جوناثان، لكن هذه يمكنني سحقها وحدي دون أن أذرف قطرة عرق واحدة. لكن كان علي الإسراع. فهيئة التنين خاصتي تدوم ل10 دقائق فقط بعد ترقيتين، لذا انقضضت عليها بهجوم لا يرحم. كان زئير التنين حادا كفاية لتمزيق درعها السميك، وفي غضون دقائق معدودة فقدت كل قدرة على المقاومة واستسلمت لمصيرها المحتوم. على الضفة كان جوناثان والآخرون يراقبون البحيرة بقلق شديد، بينما كانت دماء الفريسة الحمراء تطفو ببطء لتلون سطح الماء. غطت ليندا عينيها خوفا من المشهد، ثم اندفع جسد التمساح الأم الضخم من تحت الماء ليصطدم بالضفة بقوة عنيفة، مغطى بجراح عميقة وبالكاد يتشبث بأنفاسه الأخيرة تحت نظراتي الباردة. حلقت خلفها بهدوء وهبطت بسلاسة تامة دون خدش واحد. هتف الحشد بذهول، وارتفعت سمعتي بحوالي 12 نقطة إضافية بكل سهولة. إجمالي نقاطي بلغ 1710، يفصلني 290 فقط عن 2000 واختراق رتبة المحارب السحري الثاني. أمرتهم ببرود بالاستعداد للسلخ. حينها أوقفتني ليندا بخجل وسألتني عما إذا كنت قد وجدت أي بيض. أخبرتها بابتسامة ساخرة أنني أحضرتها كلها، ومازحتها ببرود حول جمع شمل هذه العائلة البائسة معا على طاولة العشاء. لكن ليندا كانت تملك فكرة أفضل بكثير. لم لا نعيد الأم وبيضها إلى البحيرة ونبدأ في تربية هذه التماسيح كقطيع خاص بنا. فالبحيرة كانت شاسعة بما يكفي لتصبح مزرعة تماسيح مثالية ومحكمة. كلما أردت لحما أو جلدا للأحذية سأصطاد واحدا، لكن جوناثان أشار بخوف إلى أنه لن يجرؤ أحد على جلب الماء من بحيرة تعج بالوحوش.
كان لدي الحل المثالي: حفر قناة ضيقة من الضفة للبحيرة بعرض متر وعمق مترين وبطول 30 متر، خطة لا تشوبها شائبة. سيتمكن العمال من سحب الماء بأمان تام من القناة، فالتمساح الأم أضخم بكثير من أن تدخلها، وطبيعتها الحذرة كفريسة جبانة تعني أنها لن تجرؤ أبدا على الابتعاد 30 مترا عن البحيرة. ثم أشار جوناثان إلى عقبة صغيرة لم ألق لها بالا. التمساح الأم كانت تلفظ أنفاسها. لقد خططت لسلخها، لذا سحقتها بوحشية ولم أتراجع أو أرحمها على الإطلاق. كانت بالكاد تتنفس. انزعجت قليلا وطلبت من ليندا نبات شفاء لإنقاذ خطتي. أخرجت بذرة خضراء صغيرة من حقيبتها وزرعتها لتنبت نبتة بطول متر تحمل 4 قرون خضراء بحجم القبضة مليئة بسائل علاجي غريب. قطفنا القرون وعصرنا ذلك الدواء الأخضر البارد، ثم لطخناه ببرود على أسوأ الجراح التي مزقت جسد ذلك التمساح. زرعت ليندا 7 أو 8 نباتات إضافية، وسكبنا كل قطرة على الوحش المحتضر. وبعد 15 دقيقة من العلاج غطى معجون أخضر سميك جسدها واستقرت حالتها أخيرا. أمرت ليندا بتقييدها بكروم صلبة كإجراء احترازي تحسبا لاستيقاظها بنزعة عدوانية متهورة. جعلت العمال الخائفين يحفرون قناتين بدقة من الضفة نحو البحيرة بعرض 1 متر وعمق يتجاوز 2 متر وبطول 30 مترا بالضبط. بمجرد تعافي التمساح الأم فككت قيودها ببرود وألقيت بها مجددا في مياه البحيرة العميقة جنبا إلى جنب مع كل بيضها. راقبتها باستمتاع وهي تحمل كل بيضة بحذر نحو القاع. هكذا أصبحت مزرعة التماسيح الخاصة بي قيد العمل رسميا. استمر بناء البستان طوال اليوم. أطعمت أولئك العمال الغداء مجددا وجعلتهم يواصلون العمل الشاق بلا توقف حتى فترة ما بعد الظهيرة. لكن نقاط السمعة من العمال انخفضت ل80 نقطة فقط اليوم، فالبشر يعتادون النعم وسرعان ما يتلاشى امتنانهم الزائف. الأمر ذاته كان يحدث مع كعكة الثلج في المدينة وفي حوالي 3 عصرا امتطيت حصاني متجها نحو تلك المدينة. في طريقي أحرقت جثث قطاع الطرق المتعفنة التي كانت لا تزال ملقاة على الطريق، ومع اقترابي من المدينة لمحت فريستين تقتربان، أخ وأخت شقراوان يمتطيان الخيل. إنهما توأما عائلة وآية المغروران، دواي وماندا، شبكة صيدي تتسع. في ذكريات كريس القديم والمثير للشفقة، كانت ماندا فتاة أحلامه منذ أيام الطفولة. كان يتبعها كظل بائس أينما ذهبت، وقبل حفل بلوغه انحدر به الذل ليتوسل لوالده حتى يتقدم لخطبتها رسميا من عائلة وايت المتعجرفة. لكن والده رفض ببرود، مؤكدا أن كريس لا يستحقها أبدا. لقد كانت فارسة من الرتبة الثالثة وواحدة من الأقوى في جيلها، بينما كان كريس مجرد حثالة عادية تفتقر لأي هالة قتالية تذكر. وكلما تكبد عناء السفر لساعات إلى المدينة لرؤيتها كانت تغلق الباب بقسوة في وجهه. لكنني لم أعد ذلك الجرو العاشق. رحب بي دواي بحرارة مزيفة، فرددت ببرود قاتل: ماذا تريدان؟ لتعقد ماندا حاجبيها بانزعاج. لقد اعتادت على تملق كريس القديم لها وليس على هذه اللامبالات الساحقة. ألقى دواي مجاملة محاولا التحقق مما إذا كسب رهانه مع ماندا، ثم وبلا سابق إنذار سلت ماندا سيفها واندفعت نحوي بغرور. سحبت زئير التنين من خاتمي وصددت ضربتها بالغمد. تطايرت الشرارات من الاصطدام وصدمتها قوة الارتداد التي لم تتوقعها. لم تتوقع أن أمتلك هذه القوة المرعبة. دفعتها للخلف بقوة وسألتها عما تفعله، لكنها المخدوعة بغرورها هاجمتني مرة أخرى. استللت زئير التنين ليزلزل زئيره الهواء. شحب وجه كلا الشقيقين برعب. لم يتوقعا أبدا أن أمتلك سيفا بتأثيرات سحرية مدمرة. بادرت بضربة صاعقة عبر زئير التنين، فحاولت صدها بسيفها المعدني. يا لها من خطوة غبية ومميتة. شل التيار الكهربائي جسدها بالكامل، بل وصعق حصانها ذو الحراشف الزرقاء تحتها. اندفع شواغ ونطح رقبة الحصان بقرونه ليحدث ثقبين ينزفان بشدة. أطيح بماندا في الهواء بينما انهار مطيتها الضعيف أرضا. أتبعت ذلك ب3 شفرات رياح. مزقتها بسيفها، لكن شواغ استدار وركلها بقسوة بساقيه الخلفيتين. مشهد مرض للغاية. صدت سيفي بهلع، لكن قوة الضربة سحقتها للخلف لأكثر من 10 أمتار. تاركت خنادق عميقة. راقبتها ببرود، ثم أطلقت كرة نارية كحكم نهائي. غرزت نصلها في الأرض بيأس، ورفعت درعها دائريا أسمته حاجز النور المقدس لتحمي نفسها.
تحطمت كرتي النارية عليه مانحة إياها لحظة لالتقاط أنفاسها، ثم كفريسة محاصرة ضخت كل طاقتها وصرخت بمهارة بائسة وميض الفراغ. من بعيد صرخ دواي بهلع: هل جننت؟ بينما أطبقت نية قتل ماندا علي كقفص صلب. طاقة نصلها مزقت كل شيء حولنا. هذه إذن قوة فارس من الرتبة الثالثة الحقيقية. ضغط الموت ذاته يتجسد أمامي، مثير جدا. فعلت هيئتي كنصف تنين بابتسامة باردة، رفعت تركيزي للذروة المطلقة وأطلقت كل ما أملك، 18 كفة قاهرة للتنانين. التف تنين فضي حولي، كرة نار متفجرة. تشكلت كرة نارية هائلة على طرف سيفي، ممتصت عناصر النار من 200 متر حولي. سحبت ماندا سيفها من الأرض ببطء، تطاير شعرها الذهبي، بينما التفت طاقة مظلمة حول نصلها كفراغ مميت. لوحت بسيفها بيأس لترسل نحوي هلالا أسود يحمل قوة مرعبة لتدميري. أطلقت تنين الهالة حاملا الكرة النارية ليصطدم بها وجها لوجه. كان الاصطدام كارثيا ومدويا. انهمرت النيران من السماء كالجحيم، تشققت الأرض في كل اتجاه وملأ الغبار الخانق الأجواء. تحطم تنيني وكرتي النارية، لكن هلالها الأسود واصل التقدم نحوي رغم ضعفه الشديد الآن. حلقت عاليا في الهواء لأبقي العربة آمنة، ثم سكبت كل قطرة متبقية من هلتي وسحري في درع متعدد الطبقات واستعديت. الدرع تشقق، تفتت، ثم انهار تماما. نقرت بسيفي لأعلى، مبددا آخر أثر لهجومها البائس، لكنني كنت قد استنزفت طاقتي بالكامل. انهارت هيئة التنين، وتمزقت ملابسي تاركة إياي بسروال قصير مطاطي فقط. دواي لم يصدق أنني نجوت. صرخت ماندا كالبلهاء وغطت عينيها، وتحول وجهها للون الأحمر القاني. لقد رأتني أقف بشموخ أمامها بملابسي الداخلية فقط. سحبت ملابس بديلة من خاتمي المكاني ببرود، وأمرتهم بالتوقف عن إزعاجي التافه، ثم انطلقت مبتعدا عنهم. بالتفكير في المعركة رأيت بوضوح الفجوة بيني وبين فارس من الرتبة الثالثة. لقد سيطرت مبكرا فقط لأنني باغتها كصياد محترف، لكن بمجرد أن أخذت الأمر بجدية تفوقت علي. صد هجومها الأخير أفرغ كل احتياطيات طاقتي، بينما احتفظت هي بطاقة فائضة. يجب أن أصل للرتبة الثانية بأسرع ما يمكن لتدميرهم. لاحقا سأل دواي ماندا عن مقدار القوة التي استخدمتها. 8/10، أكثر من 7 التي تستخدمها عادة في التدريب معه. كان مصدوما تماما. ماندا في الوقت نفسه كانت مهووسة بشيء آخر تماما. طريقتي في النظر إليها كريس القديم كان يعبدها. هل تلاحظون؟ الآن لم يتبق في عيني أي أثر للعاطفة الساذجة. توجهت إلى قصر الفيكونت لأتفقد درعي الجديد. في الحدادة كان برنت المغفل يتأمل نفسه في المرآة، مرتديا درع جلد التمساح الجديد. تباهى بأن أحدة سيوفه لا يمكنها سوى خدشه بدون استخدام هالة المعركة. أجبته بحماس معدوم تقريبا. أحضر لي جرين أول زوج من أحذية جلد التمساح الخاصة بي. كانت مناسبة تماما، ناعمة ومريحة كجلسة تدليك للقدمين. قفزت حول المكان لأختبر جودتها بنفسي. الأزواج الأربعة الأخرى كانت جاهزة على رف قريب. تذمر برنت بمرارة لأن والدي اقتحم المكان أمس وطالب بالحصول على درع من جلد التمساح أيضا، ومع بنية والدي الضخمة استهلك ذلك معظم الجلد المتبقي لدينا. فقد برنت درعه الثاني ولم يحصل حتى على حذاء من الصفقة. نظر إلي برنت بغضب متهما إياي بإخبار والدي عن جلد التمساح السري. تجاهلت سؤاله التافه واقترحت أن نذهب لتفقد درع حراشف التنين الخاص بي. مشينا نحو حدادة دانيال الخاصة. في الداخل كان يضع اللمسات النهائية. اتخذ الدرع شكله النهائي باللون رمادي داكن ومظهر أثري أنيق. مع آخر ضربة مطرقة غمر الدرع توهج أحمر ساطع للغاية. نهض طيف روح تنين من الدرع بزئير عميق، وتحولت البذلة بالكامل إلى لون أحمر ناري مع أنماط تشبه الحراشف على السطح، مشع بحرارة هائلة. شعرت بقوة الدرع تنادي اسمي كأنه ملكي. عندما لمسته بيدي تفكك إلى قطع حمراء صغيرة لا تحصى. طارت نحو جسدي وأعادت تجميع نفسها لتلائمني بشكل مثالي. صرخ برنت بذهول بأنه يبدو مذهلا. درعه التمساحي بدا فجأة عاديا بالمقارنة. كان الدرع خفيفا بشكل لا يصدق، لم أستطع حتى الشعور بوزنه. جلد التنين امتلك مرونة عظيمة أيضا. عندما تحولت إلى هيئة نصف التنين كبر الدرع وتمدد معي. لا مزيد من تمزيق ملابسي في كل مرة أتحول فيها. ثم اختبرت دفاعه بتوجيه ضربة قاطعة باستخدام سيف زئير التنين. ترك السيف مجرد خدش أبيض صغير تلاشى خلال ثوان وكأنه لم يكن موجودا أبدا. حاولت مجددا وأضفت حتى هالة المعركة.
نفس النتيجة تماما، أي ضرر يعالج نفسه فوريا. صفع دانيال جبهته بحماس معلنا أن الدرع يمتلك تأثيرا خاصا، الإصلاح الذاتي. شهق الجميع في الغرفة بصدمة. الدرع ذاتي الشفاء شيء لم يسمع به في القارة بأكملها. هل تفهمون؟ في المعركة يتدمر درع خصمك بينما يبقى درعك نقيا. هذه ميزة جنونية لي. اشتعلت عين برنت بالحسد الشديد. طلب مني دانيال تسميته، فقررت أن أطلق عليه اسم الذي لا يقهر. اعترفت روح الدرع بالاسم باهتزاز خفي. لحسن الحظ كان أهدأ بكثير من الدخول الدرامي لسيف زئير التنين. عندما ارتديت الذي لا يقهر وحملت زئير التنين معا، شعرت بالطاقة تدور بينهما وتتدفق لجسدي لتعزز بنيتي الجسدية بصمت وبقوة. شكرت دانيال وانصرفت ببرود. ألمح الطماع إلى رغبته في المزيد من مواد التنانين لأجل الحدادة. هكذا يبدأ الجشع. كاد برينت أن يتعثر من الصدمة، وأثناء سيري في مدينة ضربتني الرائحة الكريهة المقززة. غياب المراحيض العامة جعل الناس يقضون حاجتهم في كل زاوية مظلمة. حتى العاصمة المزعومة تعاني من هذه القذارة. قطعت عهدا صامتا في نفسي. حين أبني مدينتي الخاصة ستكون نظيفة ومثالية. شبكتي يجب أن تكون بلا شوائب. ثم ظهر التوأم الأشقر مجددا مثل الذباب. امتدح دو درعي الجديد. رددت بكلمة واحدة وداعا وأدرت ظهري. هذان المزعجان اتسقا بي كالغراء لأيام. بعد مغادرتي سألت ماندا دواي بفضول عما لاحظه في درعي الجديد. أخبرها أنه مصنوع من جلد وحراشف التنين. ماندا المسكينة لم تكن تدرك حجم الورطة التي أقحمت نفسها فيها. لقد خسرت رهانهما بالفعل، وبمجرد تعافي حصان هذه الحراشف الزرقاء سيقوم دواي بركوبه لشهر كامل. نهاية سخيفة لفضولها. خلال الأيام التالية أشرفت شخصيا وبكل هدوء على بناء البستان. أنفقت أكثر من 50 عملة فضية، وأرسلت الفرسان لشراء كميات هائلة من السكر وجرار النبيذ الفارغة لصنع المربى. مع 140 عاملا شيدت مستودعات المعالجة بسرعة. أشجار الفاكهة نضجت تماما بفضل سحر ليندا الذي أستغله ببراعة. التفاح الأحمر والكمثرى الذهبية تدلت بثقل. العنب البنفسجي غطى التعريشات، ورائحة البرتقال الحلوة ملأت المكان من بعيد. مشهد يخدمني. تباطأ اكتساب السمعة. 50 نقطة فقط خلال 4 أيام، لكن بمجرد أن يجهز المربى سينقلب كل هذا لصالحي. بدأت بدفعة تجريبية. أمرت العمال بقطف 100 تفاحة وتقشيرها وإزالة بذورها، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة بدقة مميتة. وضعت القطع في وعاء ضخم مع 5 أرطال من السكر وقليل من الماء، ثم طبختها على نار أتحكم بها. أزلت الرغوة وغسلت التفاح بعناية، ثم أضفت 5 أرطال أخرى من السكر عندما أصبحت القطع شفافة. دقة مطلقة. ثم استخدمت تعويذة رياح صغيرة لتحريك الخليط وتحويله لمعجون ناعم. الرائحة الحلوة والحامضة ملأت المستودع كفخ جذاب للغاية. كانت ليندا تسيل لعابها بجانبي حرفيا. سكبت المربى الساخن في 10 جرات. لم تستطع الانتظار. ابتلعت ملعقة بلهفة. الفريسة الأولى. أضاءت عيناها وقالت إنه مذهل. التهمت جرة كاملة بمفردها، وكانت لا تزال تتوسل للمزيد. لقد وقعت في الشباك. جوناثان والفرسان جربوه أيضا، واتسعت أعينهم بذهول. منحني كل واحد منهم نقطة سمعة. خطتي كانت تسير كما خططت بالضبط. نجح المربى بامتياز. دونت الوصفة وخطوات العمل. كانت بسيطة جدا لدرجة أن العاديين يمكنهم تعلمها في نصف يوم. مجرد نسب سكر صحيحة وتحكم في الحرارة. أمرت راندال باختيار 12 عاملا ذكيا، وشرحت الطريقة مرارا حتى أتقنوها. لخطوة التحريك، استبدلت السحر بعصا خشبية بسيطة ليتمكن أي شخص من فعلها. لا حاجة لكشف أوراقي السحرية لهم. هؤلاء العمال سيصبحون الفريق الأساسي لتدريب الآخرين وتشكيل خطوط إنتاج متعددة. ستكون هذه هي الصناعة المميزة لمدينة هوب تاون. ستساعد أتباعي على كسب عيشهم، وفي المقابل ستولد لي سمعة وقوة لا تقهر. في وقت لاحق من ذلك اليوم ظهر برينت يبحث عني. وجهته السيدة إلي نحو البستان حيث كنت أنتظره. راقبوا معي الآن كيف يقع في الفخ. خلال سيره في هوب تاون صدم من الاختلاف. أطفال يركضون ووجوههم تنبض بالصحة. لم يكونوا خائفين من غريب نبيل. تغيير هائل مقارنة بما قبل 6 أشهر حين كانوا يختبئون من أي دخيل. أوقف رجلين مسنين عائدين من الحقول وسألهما بفضول أخرق عن سبب سعادة الجميع المفرطة. أخبراه أن كل هذا بفضلي أنا وحدي. كنت أدفع لكل عامل 50 عملة نحاسية يوميا. هكذا تشتري الولاء المطلق. في 1 أيام فقط يمكن لعائلة أن تجني طعاما يكفيها لأكثر من شهر كامل.
وكنت قد وعدتهم بعمل مستمر كل يوم. كان برنت في حيرة حقيقية من أمره. أحمق. النبلاء الآخرون لم يدفعوا لعمالهم أبدا، وحتى الكرماء بالكاد قدموا 10 عملات نحاسية. لم يستطع استيعاب سبب إنفاق هذا. وصل برنت إلى البستان يبحث عني كالأعمى. كان مشتتا. كل شيء في هوب تاون تغير منذ زيارته قبل 6 أشهر. لعب الأطفال بلا خوف حول الغرباء، ووجوههم وردية وتنبض بالصحة والحياة. نقل العمال المياه من قنوات الري بابتسامات حقيقية. لا أحد يتكاسل، لا أحد يحتاج لصوت، لأن ولائي أعمق من الخوف. الأرض القاحلة من تحولت لبستان مزدهر. وجدني داخل أحد المستودعات أتذوق مربى العنب بهدوء تام، أنتظر اقترابه من الفخ. لقد قضيت اليوم بأكمله أتقن نسب السكر لأنواع المربى المختلفة، عمل دقيق لنتائج مميتة. عندما قدمت له ملعقة من مربى العنب جحظت عيناه. قال إنه لا يصدق، حلو وحامض ولذيذ، الطعم قد ابتلع. سأل كيف زرعت بستان بهذه السرعة. أجبته ببرود أن لدي طرقي الخاصة، لكنني أبقيت هوية ليندا سرا، لا أخطاء هنا. لو اكتشف ذلك العجوز الخائن أن لدي ساحرة نباتات تسرع النمو فسيحاول بالتأكيد سرقتها. لن أسمح له بذلك. لقد طمع ذلك الرجل بالفعل في عواء التنين. سلمت نواة التمساح السحرية ببرود، وجمعت عملاتي الذهبية 15. انتهى العمل، لكن برينت الجشع أدرك فورا الإمكانات التجارية الهائلة لمربى الفاكهة. اقترح شراكة بوقاحة. عائلة جوردان تمتلك طرق تجارة عبر مدن متعددة، بفرسان للحراسة وعلاقات للتعامل مع رسوم النبلاء الآخرين. أراد هذا الجشع تقسيما بنسبة 70-30 لصالح عائلته. يا لها من وقاحة تستحق التأديب. رميت الطعم بنسبة 50-50. أصر على 40-60 كعرض أخير. أطبقت الفخ فورا ووافقت، لكن بشرطين. الأول، تبقى سوق مدينة منطقة صيدي الخاصة. الثاني، كل جرة تباع في مدن أخرى يجب أن تحمل اسمي كعلامة بصمتي الخاصة. استغرب الشرط الثاني، لكنه وافق بجهل لأنه لن يكلفه شيئا. كان هذا بالضبط ما خططت له في شباكي. جعل عائلة جوردان توزع المربى في مدن متعددة، يعني تدفق نقاط السمعة إلي بصمت من أماكن لم أزرها حتى. ثم أحضر عامل مربى الكمثرى المحسن. قدمت الطعم اللذيذ لبراندد بهدوء تام. أصر بعناد أنه لم يأكل الكمثرى قط، ويفضل الجوع أو القفز في البحيرة على لمسه. بعد 10 ثوان فقط ابتلع الطعم، وكان يلتهمه متمتما بمدى روعته ولذته. نقطة سمعة إضافية وممتعة من هذا الأخ الساذج. جرب برينت التهام النكهات الأربع، التفاح والكمثرى والعنب والبرتقال، ولم يستطع إيقاف نفسه أبدا رغم شبعه التام. أحكمت شباكي ووقع كليا في فخ شراكتنا التجارية. قدته في جولة داخل بستاني الخاص. كان مذهولا تماما من المظهر الصحي والمثالي لكل شجرة هناك. أوراق كثيفة، ثمار ممتلئة، بلا عفن أو ضرر طيور. عجز عقله عن استيعاب طريقتي. أبقيت سر ليندا مدفونا في الظلام. عند قناة الري تجمد برينت بخوف. في المياه العكرة بالأسفل كان تمساح صغير بطول 20 سنتيمتر يربط بهدوء في القاع. آلة قتل مدرعة مصغرة ومثالية. ثم انزلق ظل تمساح آخر بهدوء من البحيرة المجاورة. شرحت ببرودة وجود تمساحين في البحيرة، زوج متوحش ومترابط. وضعت الأنثى للتو أكثر من 12 بيضة، فقست وحوشا صغيرة ومثالية. خطتي القاتلة هي تربيتهم وتكاثرهم، لأحول هذه البحيرة الهادئة في النهاية إلى مزرعة تعج بالمفترسات. مصنع لا يرحم للجلود المدرعة والنوى السحرية. صدم برينت من طموحه المرعب، فالجبناء لا يجرؤون أبدا على ترويض وحوش من الرتبة الثانية. لكن الفخ كان مربحا بشكل خيالي ومرعب. 12 عملة ذهبية للجلد الواحد، و15 للنواة السحرية. التكلفة معدومة تماما، فهؤلاء الجلادون سيفترسون طعامهم بأنفسهم في البحيرة الشاسعة. عندما حاول بجشع اقتراح صفقة تجارية، حطمت آماله وأسكته في الحال. كانت هذه الوحوش نصالي الخفية. خططت لنسج جلودهم كدروع لاختراق فرقة فرسان نخبوية، ونواهم السحرية كوقود للتدريب. كل هذه القطع مجرد خطوات باردة ومحسوبة لإبادة جمعية إدموند تماما في غضون عام واحد. كنت أغذي هذه الوحوش الصغيرة بدمي الخاص لتسريع تطورها القاتل والمدمر. خاب أمل برينت، لكنه توسل ليكون خياري الأول. إن قررت البيع يوما. أجبته ببرود، سنرى ذلك. شققت راحة يدي دون تردد، وتركت قطرات الدم تسقط في القناة. التهمت المفترسات الصغيرة الدماء بشراهة، وبدأ أن أجسادها المرعبة تنمو وتتضخم قليلا أمام أعيننا.
ظهرت الأم المتوحشة على سطح البحيرة تراقبنا بعيونها الباردة من مسافة بعيدة. أدرك الأحمق أخيرا سر حفري للقنوات لحماية بيادقي من الأم مع استغلال المياه. غادر برينت بعد الجولة وهو مصدوم ومبهور تماما من دهائي. تعهد بمناقشة خطة احتكار المربى معي في المرة القادمة التي أقتحم فيها مدينة إم. كانت مدينتي تتحول من أرض قاحلة يائسة إلى إمبراطورية ذات إمكانات مرعبة، وحتى برينت البسيط تمكن من رؤية ذلك. بمجرد رحيله عدت في الظلام لصقل وصفاتي عبر جولات لا تنتهي من الاختبارات واستخدام العمال كفئران تجارب للتذوق. استقريت على نسختين لكل نكهة، واحدة عادية وأخرى خفيفة الحلاوة لتناسب الجميع. 8 فخاخ مختلفة من النكهات الإجمالية. تكتيكي القاطع كان بسيطا: بيع نكهة واحدة يوميا بالتناوب المنتظم. هكذا ستبقى فرائس مدينة إم مهووسة ولن تمل من أي طعم بسرعة، وسأستمر في حصد نقاط السمعة لفترة أطول وبلا أي توقف. تراجعت المبيعات لأن منافسا حقيرا، البارون ليفيريت، أطلق عرضا يائسا على كعك الأناناس. اشتر واحدة وخذ كعكة فراولة مجانية مع استرداد عملتين نحاسيتين. حركات بائسة من فريسة تحتضر. عاد خادمي جورج بهذا التقرير: لم أكترث لهذه المنافسة الضعيفة أبدا. ما أشعل غضبي البارد حقا كان توقيت هذا التدخل. كنت على وشك حصد 2000 نقطة سمعة واختراق حدودي لأصبح محاربا سحريا من الرتبة الثانية. أي شخص يعرقل صعودي الآن سيندم بمرارة. جلست في الظلام وابتكرت فخا لم يشهده هذا العالم البدائي من قبل أبدا: نظام اليانصيب. قطعت الورقة بدقة لأكثر من 1000 تذكرة، كل منها تحمل أزواجا مرقمة ومتطابقة كالسلاسل. رششت عليها مياه مشبعة بالسحر لسحق أي محاولة تزوير. ثم نصبت لافتة الفخ في الخارج تعرض قائمة الجوائز المغرية: 33 فائزا بالمركز الثالث ينالون وعاء كعك الثلج، و10 فائزين بالمركز الثاني يحصدون جرة مربى التفاح. أما الطعم الأكبر للفائز الأول فنصف رطل من لحم التنين النادر. سأل أحدهم بشك إن كان لحم التنين حقيقيا. ابتسمت ببرود ماكر وأكدت أنه أصلي تماما. انفجر الحشد بالجنون. لحم التنين أسطورة، لم يجرؤ هؤلاء العوام حتى على الحلم برؤيتها. في العاصمة يباع الرطل بعملة ذهبية واحدة، نصف الرطل يساوي 50 قطعة فضية. والأهم من هذا كله أنه قادر على تقوية الجسد وإشعال هالة المعركة بقوة لأي فارس. تهافتت الفرائس على كشكي كالمجانين. قمت بتمزيق كل تذكرة إلى نصفين ببرود. نصف يسقط في صندوقي المظلم والآخر للمشتري. انتشر الوباء في مدينة إم بسرعة البرق. كل أحمق اعتقد بغرور أنه سيكون الفائز المحظوظ. شرط الدخول لفخي شراء شطير مربى فقط لتحصل على تذكرة مجانية. تدفقت الحشود العمياء نحوي من كل حدب وصوب. في هذه الأثناء راقب البارون ليفيريت متجره وهو يفرغ في أقل من 30 ثانية، بينما تندفع كل فرائسه نحو كشكي الخاص. كان يغلي من الغضب العاجز. ركض شقيقه نحوه ممسكا بتذكرتي وشرح له نظام اليانصيب العبقري: لقد أطبقت شباكي. في هذه الأثناء دبر ليفرت مكيدا. تزوير تذاكر متطابقة بنسخ خط اليد. صنع مجموعات متعددة لضمان الفوز بالجائزة الكبرى والمطالبة بلحم التنين بغض النظر عن الرقم الفائز. فخ مثير للشفقة: إما أن ينفد لحم التنين وأفقد ماء وجهي، أو أسلم عدة أرطال بخسارة. ظن نفسه ذكيا، لكنه كان يجهل تماما شباكي السرية ومياهي السحرية المضادة للتزييف التي تنتظره. وسط الحشد المليء بالحمقى لاحظ دواي وماندا كل هذه الفوضى. تمتم دواي بأنني تسببت في ضجة أخرى بالمدينة. بينما تساءلت ماندا من أين حصلت على لحم التنين، أشار دوايا إلى أنه بامتلاك سيف ناب التنين ودرع الحراشف، فنصف رطل من اللحم لا شيء. حاولوا عبثا الحصول على التذاكر، لكن الوقت قد فات. مع تدفق هذا العدد الهائل من الناس ستباع الشطائر وتنفد في لمح البصر. وبحلول وقت وصولهم إلى متجري كان الشارع يعج بأكثر من 10,000 شخص والمزيد من الفرائس في طريقهم إليه.